لسنين الصين كانت بتستعد للحظة دي. سنة 2027 كانت السنة اللي كتير توقعوا إنها تحصل فيها غزو تايوان اللي الرئيس شي جين بينغ دايما كان بيهدد بيه. لكن حصلت حاجة غيرت كل حاجة. آلة الحرب الصينية اضطرت تتوقف قبل ما تبدأ تتحرك، وكل ده بفضل دولة على بعد آلاف الأميال. أوكرانيا أنهت غزو الصين لتايوان، وحتى أمريكا تفاجأت من التأثير اللي عملته أوكرانيا على خطط شي. اللي بتعمله أوكرانيا مش مرتبط بشكل مباشر بتايوان، لكن ده بيخلي شيء غاضب جدا. خطط الصين متوقفة ورئيسها محبط، وكل ده بيحصل بسبب اللي أوكرانيا بتعمله وهي بتدافع عن أرضها ضد روسيا. على مدار أكتر من 4 سنين طويلة من القتال، أوكرانيا قلبت كل حاجة الصين كانت فاكرة إنها عارفاها عن إزاي غزو تايوان ممكن يمشي، لدرجة إنه مش مبالغة نقول إنه أوكرانيا كان ليها دور كبير جدا في استحالة إنه الصين تقدر تغزو أو تضم تايوان في أي وقت قريب. ده شكله ادعاء جريء صح؟ بس الموضوع حيبدأ يبقى منطقي أكتر لما تدرك إن حرب أوكرانيا جابت معاها تكتيكات جديدة وطرق قتال مختلفة. كل الدول في جنوب شرق آسيا وعلى رأسهم تايوان كانوا بيراقبوها وبيحاولوا يطبقوها دلوقتي. اللي عملته أوكرانيا هو إنها وضعت خطة أو نموذج لأي دولة أصغر لازم تعمله عشان تدافع عن نفسها قدام قوة عسكرية شكلها أقوى بكتير على الورق. الخطة دي مش مخصوصة لأوكرانيا بس، ممكن تشتغل مع أي دولة تقرر تطبقها، وفي حالة تايوان بالذات الخطة دي ممكن تنهي الحرب تماما بالنسبة للصين. اللي حصل في ال4 سنين اللي فاتوا فاجأ شي بشكل كامل. كل الافتراضات اللي كان حاططها عن غزوة لتايوان اتسحقت تماما. قبل ما نوصل للنقطة دي خلينا نبص على خطة الصين. من ساعة ما شي مسك الحكم وهو صرف موارد ضخمة عشان يحول الصين لإحدى أقوى القوى العسكرية في العالم. لسنين طويلة الإنفاق العسكري في الصين كان عالي جدا، وشي مش ناوي يوقف ضخ الفلوس في الجيش في أي وقت قريب. ال3 سنين لحد 2026 شافت الصين بتزود ميزانية الدفاع السنوية بنسبة 7.2% كل سنة، وسنة 2026 هتجيب معاها زيادة تانية بنسبة 7%. الإنفاق ده كان هدفه إنشاء قوة المفروض تسيطر على تايوان بسهولة. Global Firepower بتقول إنه الصين بنت 3 أقوى جيش في العالم. البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد القطع، وهي الثانية بعد أمريكا من حيث الحمولة. الصين عندها حاملات طائرات وهليكوبتر، وعندها أكثر من 3500 طيارة في قواتها الجوية، منهم حوالي 1500 مقاتلة. الصين اتطورت من الرجل المريض في آسيا وبقت أقوى قوة عسكرية في المنطقة، على الأقل على الورق. القوة دي كان لازم يكون لها دور مهم في خطة الصين لتايوان. الاستراتيجية كانت بسيطة وتقليدية ومعتمدة على اللي شيء فاكرة عن تكتيكات الحرب الحديثة. أول حاجة حصار، وبعدين خدعة. السنين اللي فاتت وضحت إن الصين ناوية تستخدم أسطولها الضخم عشان تعمل حصار حوالين تايوان يهدف لخنق الجيش التايواني. الحصار بيمنع الصادرات تطلع والواردات تدخل تايوان، ودي استراتيجية ممكن تتنفذ. احنا بس محتاجين نبص على اللي إيران وأمريكا بيعملوه في مضيق هرمز عشان نشوف ده. المهمة اللي اسمها مهمة العدالة 2025 اللي الصين عملتها بين 29 و30 ديسمبر بتوضح الصين بتفكر في ايه. المناورة العسكرية كانت حوالين تايوان، وشاركت فيها سفن وطائرات صينية اتحركت في بحر الصين الشرقي وبحر الفلبين ومضيق تايوان. كجزء من المناورات الحربية الصين عملت محاكاة لحصار حوالين تايوان، وده اللي الصين ناوية تعمله عشان تمهد لغزو برمائي، وكمان عشان تستنزف تايوان ضمن استراتيجيتها. وبما إننا بنتكلم عن الاستنزاف، النقطة التانية من إن الصين بتبني قوة عسكرية ضخمة بالشكل ده هي إنها تقدر تغلب تايوان بمجرد الموارد الكتيرة اللي عندها. ده كان ولسه استراتيجية روسيا في أوكرانيا. دي نفس الاستراتيجية اللي روسيا بتستخدمها من أيام السوفيت وقبل كده كمان. ببساطة عندهم أكتر من كل حاجة: جنود، دبابات، سفن، طيارات ومعدات. في الآخر العدو حيضطر ينهار، لأن الحروب التقليدية بتستهلك موارد كتير، والبلد الأصغر دايما عنده موارد أقل من الدولة الأكبر. ده كان خطة الصين لتايوان: الحصار، الغزو، والاستنزاف. مشكلة الصين ونجاة تايوان هو اللي ذكرناه قبل كده في الفيديو. الاستراتيجية دي بتنفع بس لما خصمك يحارب نفس نوع الحرب اللي انت بتحاربها. ده مش اللي أوكرانيا عملته ضد روسيا.
وده معناه إن افتراضات الصين عن غزو تايوان في البحر أو على الأرض خلاص ما بقتش موجودة. أوكرانيا أثبتت إنه استراتيجيات الحروب الحديثة بتخلي الدول الصغيرة تدافع بقوة ضد الغزو. ده اللي شايفينه في أوكرانيا دلوقتي، لسه حرب استنزاف بس ما بقتش بتدور حوالين مجرد حجم الموارد. الموضوع بقى عن إنك تلاقي أكتر وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتدمير اللي عدوك بيجيبه لساحة المعركة. أكيد ممكن تتوقع إحنا هنتكلم عن إيه هنا. الدرونز. أوكرانيا عندها درونز وتايوان عايزاهم، والصين خايفة منهم. غزو الصين لتايوان عمره ما كان هيبقى سهل، حتى لو شي جين بينغ صرف عليه فلوس أو أفراد أو معدات. كان لسه في تحديات كتير قدامه. مضيق تايوان في بحار هائجة معظم السنة، وده ممكن يبقى صعب لدرجة إنه يضطرهم يوقفوا الهجوم لفترات. في شواطئ هبوط محدودة ممكن توصلها عبر المضيق، وكلها هتكون مليانة دفاعات تايوانية. الرياح الموسمية والأعاصير والجبال وقوة دفاع مرعبة، كلهم في انتظار أي جندي صيني هيشارك في الغزو ده. الخطط الأصلية لغزو تايوان كانت لسه شايفة أن الصين بتستعد لخسائر ضخمة ممكن توصل لمئات الآلاف ولو مش ملايين. هو التكلفة الضخمة دي اللي خلت الصين تقضي وقت طويل في التحضير للغزو، واللي لو بصينا للأرقام بس المفروض نشوفها بتسحق الجيش التايواني. الصواريخ بقت أساسية في استراتيجية الصين رغم أن تايوان عندها دفاعات قوية ضدها. الحصار البحري كان أهم كمان، مع أنه ليه عيبين. أولاً السفن اللي هتستخدم في الحصار مش هينفع تستخدم في الغزو. ثانياً والأهم، السفن المشاركة في الحصار الصيني بتكون هدف سهل جداً. هنا الأمور تبدأ تتغير، والخطة اللي أوكرانيا عملتها ضد روسيا تظهر بوضوح. لو الحصار البحري خطة الصين، أوكرانيا تقدر تدي تايوان اللي محتاجاه عشان تتغلب عليه، حتى لو تايوان أصغر بكتير. إزاي نعرف؟ البحر الأسود بيكشف كل حاجة. بس قبل ما ندخل في التفاصيل دي، ده السبب اللي بيخلينا نعمل برنامج ده ميليتري شو، عشان نشرح إزاي القوة فعلا بتتحرك في أرض المعركة. لو جديد على القناة اشترك عشان تشوف فيديوهات زي دي. الصين عايزة تعمل في مضيق تايوان والمية اللي حواليه زي ما روسيا كانت عايزة في البحر الأسود. روسيا كانت عايزة تستغل سفنها الحربية الخطيرة وتحول البحر الأسود لمنطقة موت لسفن الشحن الأوكرانية، وكمان تخلي الممر المائي ده طريق آمن تقدر من خلاله تنقل قوات ومعدات لأوكرانيا عن طريق القرم وروسيا نفسها. دلوقتي البحر الأسود تقريبا فاضي من الأسطول الروسي اللي كان واخد اسمه منه. الدرونز البحرية والجوية الأوكرانية هي سبب كبير في ده، وممكن يكونوا هم اللي حيغيروا اللعبة اللي تايوان محتاجاها عشان تقلب خطط شي جين بينغ رأسا على عقب. الدرونز البحرية الأوكرانية موجودة في البحر الأسود من سنين، وظهرت في الأخبار تاني يوم 3 مايو. هاجمت 2 من ناقلات الأسطول الروسي السري في نوفوروسيسك، ودرونز أوكرانيا سببت أضرار كبيرة للسفن في الميناء. نوفوروسيسك هو المكان اللي أسطول البحر الأسود بقى موجود فيه دلوقتي، بعد ما هجمات الدرونز والصواريخ الأوكرانية أجبرته يسيب قاعدته التقليدية في سيفاستوبول. اللي بنشوفه هنا هو إن أوكرانيا بتتحدى القوة البحرية الروسية مرة تانية، وبتعمل كده باستخدام استراتيجية غير تقليدية. السفن الحربية العادية مش قادرة تتعامل معاها. أكثر من ثلث أسطول البحر الأسود الروسي خرج من حرب أوكرانيا بسبب الدرونز والصواريخ، اللي كان المفروض يبقى حصار بحري بالسفن اللي أوكرانيا ما تقدرش تأذيها، اتحول لانسحاب مهين لروسيا محدش كان متوقعه لما بوتين بدأ غزو. احنا ذكرنا الخطة قبل كده. اللي عملته أوكرانيا في البحر الأسود ممكن يحصل في مضيق تايوان والمياه اللي حواليه. روسيا تغلبت فعليا في البحر الأسود، مع أنه البحرية الروسية كانت أضعف من صورتها ومش حديثة زي الصينية. شي هايكون شاف اللي حصل لسفن بوتين. الدروس اللي تعلموها من البحر الأسود اتحفرت في القلب. مش مهم سفنك الحربية كبيرة أو قوية قد ايه، لما تضطر تقربها من العدو، وخصوصا لما تضطر تسيبها في مكان واحد كجزء من حصار، بتبقى معرضة للصواريخ والطائرات المسيرة. لو تايوان اتبعت خطة أوكرانيا ممكن تستخدم طيارات وزوارق مسيرة لكسر حصار الصين. تايوان حالتها أفضل بكتير من أوكرانيا، في صواريخ مضادة للسفن. جريدة تايبي تايمز قالت يوم 11 مارس إن تايوان عندها حوالي 1000 صاروخ شونغ فينغ 2 و3 محليين مضادين للسفن، ومعاهم 400 صاروخ هاربون أمريكي. الأولى قوية كفاية إنها تدمر حاملات طائرات كاملة. تايوان عارفة إن اللي أوكرانيا قدرت تعمله ممكن يكون هو المفتاح لإفساد خطط الصين. أوكرانيا عارفة ده كمان،
ومش صدفة إن أوكرانيا بتبني شراكات وروابط في كل آسيا، حتى مع دولة غير متوقعة هنكشف عنها في آخر الفيديو، علشان تبعت رسالة للصين إن طموحات شي هتتحبط. تايوان وأوكرانيا بيبنوا علاقتهم بشكل أقوى من وقت ما بوتين بدأ غزوه، وده غالباً لأنه تايوان شايفة تشابه كبير بين اللي عمله بوتين واللي شي ناوي يعمله. من نوفمبر 2023 تايوان كانت بتوقع مذكرات تفاهم مع أوكرانيا، وهي بتحضر مؤتمر مخصص لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار. تايوان قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا طول الغزو، وعلاقتهم قويت بعد توقيع 6 مذكرات تفاهم في بولندا 2023. بعد سنتين تايوان عملت اتفاقية جديدة مع أوكرانيا علشان يطلقوا برنامج طبي لتدريب الأطباء وتقديم معدات ودعم. تايوان ما قدمتش مساعدات عسكرية لأوكرانيا غالباً لتجنب التوتر في الهندو باسيفيك، لكن اللي بدأ كعلاقة إنسانية باين عليه إنه على وشك يتطور. في 23 يناير منتدى الدفاع الهندو باسيفيك قال إن تايوان عايزة تتعاون مع أوكرانيا لتطوير الطيارات بدون طيار. المنتدى بيقول إن الخطوة دي هتخلي الشراكات اللي بدأت تتطور عبر قنوات خاصة تبقى رسمية، وكمان هتدعم المبادرات اللي اتعملت في تايوان زي برنامج تطوير الطيارات بدون طيار اللي تايوان بدأته سنة 2025 لمدة 5 سنين. العلاقة بين تايوان وأوكرانيا بتقوى أكتر، ولسوء حظ شي جين بينغ واضح إن تايوان فاهمة إن أوكرانيا عملت خطة لمواجهة أي غزو بحري صيني. دول في الهندو باسيفيك تابعت تصرف أوكرانيا مع روسيا وبتقلد تكتيكات طيارات بدون طيار. تايلاند استخدمت طيارات بدون طيار زي أوكرانيا ضد قوات كمبوديا حسب التلغراف. في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 بماليزيا الطيارات بدون طيار كانت في الواجهة. المعرض وضح أن في طلب كبير في آسيا على الأسلحة اللي أوكرانيا استخدمتها. حتى في غرب الهندو باسيفيك ومنطقة الخليج في إشارات للي ممكن يحصل بين أوكرانيا وتايوان. أوكرانيا وقعت اتفاقيات دفاع ل10 سنين مع دول خليجية اتأثرت بحرب أمريكا وإيران، والطائرات المسيرة محور الاتفاقيات دي. بوتين واضح عليه الغضب من أن أوكرانيا بقت ليها نفوذ كبير في آسيا، لكن شيء هيكون أكتر غضباً. هو بيتابع سنين من استثمار الصين في جيشها تضيع، لأن الطائرات المسيرة بقت السلاح الأساسي للدول اللي الصين بتحاول ترهبها. شي شاف تايوان وهي بتخطط لشراكتها مع أوكرانيا المستعدة، ودلوقتي فاهم إن أي غزو لتايوان هيخلي أوكرانيا تبعت طيارات مسيرة وخبرتها لتايوان زي ما بتعمل في الخليج. الحقيقة ده بيبين إنه مش قادر يعتمد على بوتين وقواته يشغلوا أوكرانيا عن بناء العلاقات دي. الهدف بالنسبة للصين كان إنها تعزل تايوان. أوكرانيا مصممة تمنع ده، ولسه في مفاجأة في الآخر. قبل ده في حاجات كان ناوي يعملها وحاجات هتحصل فعلا. نيته كانت يستخدم اللي بيحصل في أوكرانيا كتشتيت انتباه، وكمان كأرض تدريب للجنود الصينيين. واحنا مشغولين بأوكرانيا محدش هيركز على الصين وطموحاتها لتايوان. ولما أمريكا بدأت عملية الغضب الملحمي ضد إيران كان تشتيت تاني. في الآخر أمريكا من أكثر الدول اللي ممكن تدافع عن تايوان لو الصين هجمتها. مع إنه كتير بيقول حاجات متناقضة، ترامب قال إن تايوان هتفضل أمان طول ما هو رئيس. أي تشتيت زي اللي في إيران بيخدم شيء؟ الصين كمان حسب ما قالت صحيفة دهال في أبريل 2025 بعتت حوالي 200 جندي لأوكرانيا علشان يتعلموا من اللي بيشوفوه في الخطوط الأمامية. كان متوقع حرب أوكرانيا تمهد لغزو الصين لتايوان، والحرب دي بتقدم الدروس، ويمكن قريب كمان المعدات اللي هتسمح لتايوان تدافع عن نفسها. الحقيقة اللي شيء يضطر يقبلها بسيطة. الصين قلقة من تأثير الطيارات بدون طيار على سفنها لو غزت تايوان. أوكرانيا وتايوان لسه ما بيتعاونوش في إنتاج الطيارات بدون طيار، ومع كده في خوف، لأن شي عارف إن أوكرانيا قدمت الخطة اللي تايوان محتاجاها. إحنا كمان شايفين دلائل إن كل حسابات غزو الصين لتايوان اتغيرت. إحنا قلنا إن ناس كتير كانوا شايفين إن خطة الصين غزو تايوان في 2027 ده مش باين إن هو الحال دلوقتي. سكاي نيوز بتقول إن وكالات الاستخبارات الأمريكية شايفة إن الصين ما بقتش بتخطط للغزو في 2027، وبدل كده بتحاول تسيطر على الجزيرة من غير أي هجوم عسكري. ده تغيير كامل في الاتجاه، ومش صدفة خالص. الدرونز الجوية الصغيرة والرخيصة خاصة اللي مداها طويل وتتغلب على أفكار الصين زي الرصيف المتحرك لغزو تايوان
هتكون قاتلة للصين. الدرونز البحرية اللي بتغرق السفن الروسية في البحر الأسود ممكن تبقى خطيرة بنفس الدرجة على السفن الحربية الصينية، سواء بتحاصر أو بتعدي مضيق تايوان للإنزال البرمائي. وممكن تقول إنه الصين عندها قوة بحرية أكبر تقدر تستخدمها ضد تايوان أكتر من اللي روسيا عندها في البحر الأسود، وده صحيح. بس الصين برضو مش هتقدر تنقل قوتها لتايوان عن طريق البر زي ما روسيا قدرت تعمل في أوكرانيا، يا إنزال برمائي وجوي يا ما فيش. خطة أوكرانيا معتمدة على الطيارات المسيرة عشان تتغلب عليهم. ودلوقتي مع المفاجأة في الآخر، مش أوكرانيا وتايوان بس اللي هيلاقوا شيء. في الهند في دلائل إن أوكرانيا بتزود نفوذها هناك، رغم إنه الهند زي الصين بتستفيد من أسعار النفط الروسي المنخفضة بسبب العقوبات، لكن موقفها الدفاعي اتغير من ساعة ما بدأت حرب أوكرانيا. دولة كانت قبل كده 76% من وارداتها من السلاح جاية من روسيا، بين 2009 و2013 بدأت تقلل مشترياتها من السلاح الروسي لحد ما بقت تمثل بس 36% من الواردات بين 2019 و2023. واحدة من الدول اللي بدأت تحل مكان روسيا كمورد سلاح للهند هي أوكرانيا. في 29 يناير الهند اشترت طيارات درون في بات اللي تجربت في أوكرانيا، وده بيبين إن منافس كبير للصين في آسيا بدأ يتعلم من الدولة اللي قدمت نموذج قوي لتايوان. ده مشكلة بالنسبة للصين. لو الهند وأوكرانيا دعموا بعض، الصين هتلاقي صعوبة أكبر في اختراقهم، ونفس الكلام ينطبق على تايوان والهند وباسيفيك. بعد سنين كتير من محاولة اللحاق بالركب، أكبر جيش في العالم وصل لمرحلة إنه بقى اللاعب الأساسي في منطقة الهند وباسيفيك. الصين دلوقتي مضطرة تعيد تقييم كل خطة كانت حطاها عشان تفرض سيطرتها العسكرية، ودلوقتي في احتمال حتى لو كان صغير إن الصين ممكن تقرر تلغي خططها ناحية تايوان تماما وتركز بدل كده على دولة تانية عندها أراضي الصين بتدعي ملكيتها. الدولة دي هي روسيا. بوتين ممكن يكتشف قريب إنه نهاية غزوة لأوكرانيا هي إنه يبقى آخر دومينو بيقع في سلسلة أحداث جيوسياسية ما كانش متوقعة. غزوة خلى أوكرانيا أقوى، وتطوير أوكرانيا لدفاعها المعتمد على الطيارات المسيرة ألهم دول أصغر زي تايوان. الصين بتواجه دلوقتي مشاكل كبيرة في منطقة الهند وباسيفيك بسبب تغير فهمنا للحروب الحديثة، والتغير ده ممكن يخلي الصين تركز شمالا عشان تهاجم أراضي روسيا اللي جزء كبير من سكانها أصلا بيتكلموا صيني. ممكن شي جين بينغ وبوتين يتخانقوا؟ ده تطور في الأحداث كان مستحيل من كام سنة وقت ما كانت تايوان شغلة بال الصين. ممكن فعلا نكون شايفين بداية تسلل الصين لروسيا. شي جين بينغ بقاله فترة بيستغل يأس بوتين اللي بيزيد بعد سنين من التصرف كأن استعباد الصين لتايوان كان أمر محتوم. الرئيس شي جين بينغ لسه واخد صدمة صحته. في حاجة خطيرة دخلت مضيق تايوان ولسه عملت عرض قوة أحرج الصين. بس هنا المفاجأة، عرض القوة ده ما جاش من تايوان، ده كان خصم تاني للصين في الهند باسيفيك كشف إنه يقدر يمحي الصين في أي وقت ومكان. اليابان دخلت الساحة ودخلت بقوة. في 17 إبريل انتشرت الأخبار إن سفينة حربية يابانية عملت حاجة فاجأت الصين تماما. بعدما الصين عملت تدريبات عسكرية حوالي 40 يوم في مضيق تايوان، اليابان ردت بعرض قوة من ناحيتها. اليابان بعثت المدمرة جي اس إيكازوتشي، واحدة من أقوى مدمراتها، لنفس المضيق، وقعدت هناك 14 ساعة قبل ما تمشي بإرادتها. الصين ما بعتتش سفن لأنها كانت عارفة مش هتقدر تواجه اليابان. صفعة استمرت 14 ساعة في وششي. كانت خطوة تاريخية جريئة، وزي ما هتشوف لو كملت رسالة واضحة للصين إن استراتيجية اليابان العسكرية السلبية انتهت. دي خطوة لها تبعات جيوسياسية وجغرافية واضحة، وكلها مش في مصلحة الصين ولا حلفائها. قبل ده كله لازم نفكر في السفينة اللي اليابان بعتها. في سبب وجيه ليه الصين ما حاولتش تواجه المدمرة اليابانية بالقوة، لأن جي اس إيكازوتشي سفينة مميزة. السفينة بدأت الخدمة مارس 2001 وبمواصفات قوية. السفينة سرعتها القصوى 30 عقدة، حوالي 35 ميل في الساعة، ومجهزة بأسلحة كتير بتخليها تهدد الأهداف البحرية والجوية. مدفع أوتوموناريس عيار 76 ملم موجود معه 2 من أنظمة فالنكس للدفاع القريب عيار 20 ملم،
واللي يقدروا يمزقوا الأهداف وهم بيضربوا طلقات بسرعة توصل ل 4500 طلقة في الدقيقة. السفينة اليابانية كمان مجهزة ب8 صواريخ مضادة للسفن SSM 1 B و2، أنابيب توربيد عيار 324 ملم و2، أنظمة إطلاق رأسي ب16 خلية، واحدة منهم شايلة صواريخ إيفولت سي سبارو أرض جو. الصين ما كانتش عايزة تتورط مع السفينة دي خالص، ولو شي حاول. فالسفينة JS إيكازوتشي معاها كل اللي محتاجاه للتعامل مع أي تهديد مهما كان شكله. الصين كانت عارفة أنها هتتحمل الإهانة دي رغم كل محاولات شيء لإظهار القوة في المياه التايوانية وحواليها. وصول السفينة JS إيكازوتشي وإقامتها لمدة 14 ساعة مش أول مرة اليابان تبعت رسالة زي دي لشيء في السنين الأخيرة. في سبتمبر 2024 طوكيو كسرت العادة الطويلة بتجنب إرسال سفنها الحربية عبر مضيق تايوان لما السفينة سازانامي عملت الرحلة دي. في 2025 سفينتين كمان من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية قاموا بالرحلة دي. أحدث إهانة لشي، هي كمان أول مرة سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان من ساعة ما ساناي تاكايتشي استلمت منصب رئيس وزراء اليابان في أكتوبر 2025. دي رسالة في حد ذاتها. مجرد وجود قيادة جديدة في اليابان مش معناه أنها بقت بتخاف تستفز الصين. الصين المفروض ترد على ده، وده الرسالة اللي شي وأعوانه بيبعثوها بقالهم سنين، وهم بيبنوا بحرية المفروض تبقى محل حسد العالم. بحسب Global Firepower البحرية الصينية عندها 841 قطعة بحرية، وده بيخليها الأكبر عالميا في عدد القطع. الصين في المركز الثاني من حيث إجمالي حمولة سفنها، وده بيخليها تهديد بسفنها الكبيرة. الفكرة وراء التوسع ده كانت إن الصين تسيطر على مياه منطقة الهند وباسيفيك بشكل يخلي دول زي اليابان تخاف تبعت سفنها الحربية حتى في مياه الصين ليها فيها مجرد اهتمام بسيط. شيء ليه اهتمام أكبر بكتير من مجرد اهتمام بسيط بمضيق تايوان. ومع كده اليابان لسه بعتها واحدة من أقوى المدمرات بتاعتها هناك. أما عن رد فعل الصين فهو زي بالضبط إنك تكتب جواب غاضب تشتكي فيه من حد لسه ضربك بوكس في وشك. كل اللي قدرت الصين تعمله هو إدانة ضعيفة للاستفزاز المزعوم اللي اليابان شاركت فيه، وكمان تقارير إخبارية أضعف بتحاول تصور اللي عملته اليابان كإهانة لجهود الصين في الحفاظ على السلام. صحيفة عرب نيوز قالت إن ليو شياوبو المتحدث باسم الخارجية الصينية وصف إرسال اليابان سفينتها الحربية لمضيق تايوان باستعراض قوة، واعتبره تهديد لسيادة الصين وخطأ كبير. النفاق اللي في التصريح ده مش طبيعي. شيء بقاله سنين بيهدد سيادة تايوان، بس ده مش هيمنعه إنه يستخدم المتحدثين باسمه عشان يوجه نفس الاتهامات للدول اللي مش ماشية على مزاجه. نيبون نالت أكتر من كلام جو، والمتحدث قال إنه تصرف اليابان بيقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وعدت خط أحمر ما ينفعش يتعدى تاني. ده رد يخلي الواحد مذهول، خصوصا مع التهديدات المستمرة والتخويف اللي الصين بتعمله ضد تايوان في نفس المضيق ده. لكن اللي لافت في كل ده إن الصين قالت كلام كتير لكن ما كانش فيه أي رد فعل عسكري. الصين قالت إنها تتبعت السفينة اليابانية. ده يعتبر حاجة مفيش محاولة اعتراض في المياه اللي الصين بتدعي إنها بتاعتها. شي وأعوانه شافوا مدمرة يابانية خطيرة بتعدي 14 ساعة بهدوء في مضيق تايوان. الصين مش عايزة حد يعرف إن شي هو اللي بدأ ده، ودلوقتي باين عليه خايف يكمل. لمدة 40 يوم بين مارس وأبريل الصين كانت بتدرب على حصار بحري لمياه تايوان، وده كان واضح إنه إشارة إن شي قرب أكتر من أي وقت قبل كده إنه يبدأ غزو. تدريب الحصار ده جاء بعد ما الصين عملت سلسلة مناورات عسكرية حوالين تايوان في ديسمبر 2025، واللي برضو كانت بتحاكي حصار وكمان الاستيلاء على مواقع مهمة في تايوان. المناورة دي شارك فيها جيش التحرير الشعبي والبحرية والقوات الجوية وقوة الصواريخ الصينية. مهمة العدالة 2025 زي ما الصين سمتها حصلت برضو بعد ما أمريكا وافقت بسرعة على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار، ودي من أكبر الصفقات اللي أمريكا سلمتها في تاريخها. يعني اليابان بتسبب مشاكل للسلام في مضيق تايوان، صح؟ حاجة بتقولنا إن الصين هي اللي عملت أكتر بكتير علشان تخرب السلام أكتر من أي حد تاني. اليابان نفسها كمان كانت هدف لمحاولات الصين في الترهيب. في فبراير الصين بعثت أكثر من 20 مركب صيد لمنطقة اليابان الاقتصادية الخاصة.
EEZ هي منطقة في المحيط عادة بتمتد حوالي 200 ميل بحري من المياه الإقليمية للدولة، واللي الدولة دي بيكون ليها سلطة على الموارد اللي فيها. الصين لما بعتت مراكب الصيد EEZ كانت عايزة تستفز بشكل واضح. دي كانت رسالة من شي إنه الصين تقدر تدخل المياه اللي بتديرها اليابان وتسرق الموارد قدام طوكيو. لكن المهمة الصينية أعمق من كده. أسطول الصيد الصيني كان في الحقيقة ذئب متنكر في هيئة مدنية، لأن السفن دي كانت موجودة هناك عشان تعمل أكتر بكتير من مجرد الصيد. إحنا مش عارفين بالضبط كانوا بيعملوا إيه، يمكن تجسس. إحنا عمرنا ما جالنا فرصة نعرف، لأن رد فعل اليابان على التوغل ده كان إنها بعتت طيارات هليكوبتر هجومية عسكرية وسفن دورية مجهزة بمدافع مياه عشان تجبر أسطول الصيد الصيني يهرب من مياه اليابان. هنا في فرق واضح. الصين بتبعت مراكب لمياه اليابان وبتلاقي رد عسكري واضح بيقول لشي إنه ما يحاولش يضغط أكتر من كده. اليابان بتبعت سفينة حربية في رحلة مدتها 14 ساعة عبر مضيق تايوان اللي الصين بتعتبره بتاعها، وما فيش أي رد فعل من البحرية الصينية. ما فيش رد فوري ولا حتى محاولة لإبعاد السفينة اليابانية. رئيس الصين اتعرض للإهانة، وكل اللي عمله إنه خلى واحد من رجاله يشتكي من الاستفزاز. شي جين بينغ عنده أسباب أكتر للزعل. اليابان أرسلت رسائل واضحة، ودلوقتي خططه لغزو تايوان مهددة. في مشاكل كتير ظهرت قدام الخطط دي وحنناقشهم كلهم. بس قبل ما نبدأ، أنت تتفرج على برنامج The Military Show اللي بيقدم لك الصورة الكاملة ورا العناوين، فاضغط اشتراك علشان تضمن إنك ما يفوتكش ولا فيديو. فاليابان عملته دلوقتي في مضيق تايوان بعت رسالة لشي، في الحقيقة رسالتين. اليابان وضحت لرئيس الصين إنه ما ينفعش يتدرب على حصار مضيق تايوان ويتوقع يخرج من غير عواقب. رحلة سفينة JSI كازوتشي هنا رسالة من اليابان للصين إن الحصار مش هيوقفها. لو السفن اليابانية عايزة تبحر هتبحر. الرسالة التانية والأهم من وجهة نظر شي إن اليابان ما بقتش بتتبع النهج العسكري السلبي اللي كان محدد مكانتها في الهندو باسيفيك لعقود. الموقف ده خلى اليابان تدافع عن حدودها بس لسنين، وما كانش عندها جيش فعلي بمعنى القوة للهجوم على دول تانية. كان عندها جيش للدفاع عن النفس، بس ما كانش بيبعت سفن حربية لمياه مش بتاعته. بس حاجات كتير اتغيرت في اليابان خلال 20 سنة اللي فاتوا. علامات التغيير الكبير ده في عقيدة اليابان كانت بدأت تظهر فعلا في سبتمبر 2015. ده كان وقت لما BBC نقلت عن قوانين جديدة قدمها رئيس الوزراء وقتها شينزو آبي، واللي سمحت بتفسير أوسع بكتير للي بتسمح به دستور البلد. الدستور ده خصوصا المادة 9 بعد الحرب العالمية الثانية بتقول إن الشعب الياباني بيتنازل عن الحرب واستخدام القوة أو التهديد بيها نهائي. القانون الجديد اللي قدمه آبي أضاف السلام الإيجابي للمعادلة. تهديدات أمن اليابان خلت الدستور القديم يظهر كأنه من الماضي. السلام الإيجابي مفيد إلا لو في دولة بتعزز عسكريا بشكل كبير علشان تبقى القوة الرئيسية في منطقة الهندو باسيفيك. بعد أكثر من 10 سنين منتدى شرق آسيا أعلن إن خروج اليابان الهادئ عن السلام بقى مسموع أكتر بكتير. اليابان قدمت آلية المساعدة الأمنية الرسمية أو OSA، واللي بتسمح لها توفر معدات دفاعية يابانية للدول اللي اليابان بتعتبرها دول متشابهة في التفكير. البرنامج ده اللي اتطبق في 2023 معمول يجهز الدول اللي بتحارب الطغيان. المبالغ اللي اليابان بتوزعها في البرنامج ده صغيرة عسكريا، بس 12.5 مليون دولار في 2023 لحد 31.2 مليون دولار في 2024، وبعدها 44.3 مليون دولار في 2025. أكيد بدأت تلاحظ النمط هنا. مع مرور كل سنة اليابان بتصرف أكتر على المساعدات العسكرية للدول التانية، ومعظم التبرعات دي بتتركز على الدول اللي موجودة على خطوط الملاحة البحرية اللي اليابان بتعتبرها حيوية للتجارة والأمن. الصين بتطمع في نفس خطوط الملاحة دي، شيء حيشوف بوضوح أن OSA تهديد. اليابان أعلنت بالفعل أن ميزانية OSA هتكون 116 مليون دولار في 2026، وده أكتر من ضعف اللي صرفته الدولة في 2025. اللي احنا شايفينه هنا هو عملاق نايم بيصحى. الموضوع بدأ صغير، ملايين الدولارات كمساعدات عسكرية لدول بتعارض الصين، وكمان إرسال سفن حربية للممر المائي الوحيد اللي الصين مش عايزة تشوف فيه أي سفن حربية غير سفنها. اليابان بدأت تسيب السلمية اللي كانت بتحكم سياستها الخارجية والدفاعية بقالها سنين. اليابان بدأت تدرك إنها تقريبا الدولة الوحيدة في الهندو باسيفيك غير تايوان
اللي ممكن تعطل خطط شيء لغزو تايوان بشكل كبير. الموضوع مش بس عن قوة اليابان العسكرية، شي هيكون بيراقب وقلقان لأنه عارف إن اليابان تعتبر فخ جغرافي لكل البحرية الصينية لو قرر يغزو تايوان. مشكلة الصين مع اليابان إنه اليابان مش جزيرة واحدة، هي جزيرة كبيرة ومعها جزر صغيرة كتير في بحر الصين الشرقي، وده بيدي البلد مواقع مميزة في بحر الفلبين وكمان لو احتاجوا في بحر الصين الجنوبي. تخيلوا معايا سيناريو غزو تايوان. السيناريو المثالي لشيء إن الصين تغزو تايوان من غير تدخل دول تاني، ده كان هيسمح لشيء يخصص كل القوة البحرية الصينية لتايوان، بس ده مش هيحصل. عشان الصين تقدر تنفذ غزو لتايوان وتبعد حلفاء الجزيرة، هتضطر تبعت سفنها الحربية وغواصاتها لعمق المحيط الهادئ. اليابان هي الحاجز الجغرافي الطبيعي اللي واقف في طريق الصين، والصين مدركة ده. الصين بتسمي الجدار ده السلسلة الأولى من الجزر، وبتبدأ من أوكيناوا جنوب اليابان لحد تايوان. في بحر الصين الشرقي فيه جزر سينكاكو الصغيرة اللي اليابان بتديرها والصين بتنازع عليها. الجزر دي شكلها مش مهمة عشان حجمها صغير، لكنها شمال مضيق مياكو اللي لازم تعدي منه السفن الحربية الصينية للمحيط الهادي. جزر أوكيناوا كمان جزء من أرخبيل ريوكيو اللي بيشمل جزر مياكو وياياما. على طول منشوف إن اليابان مشكلة. الصين عايزة تمنع تدخل أمريكا في تايوان، ومش هتقدر لو اليابان استخدمت سفنها وقفلت مضيق مياكو. هو يقدر يحاصر المضيق بنفسه زي ما ساوث تشاينا مورنينج بوست قالت، ده هيدي الصين فرصة تمسك جزر اليابان كرهينة. بس ده مش حل مثالي خالص. أولا لو السفن الحربية الصينية مشغولة بالحصار، مش هيكون عندهم فرصة يعملوا أي حاجة تمنع أمريكا من إرسال سفنها عبر المحيط الهادئ. مضيق مياكو ممكن يبقى مكان لمعركة بحرية تانية بعيد عن تايوان، وشيء مش هيقدر يشتت تركيزه. وبما إننا بنتكلم عن تشتت التركيز، اليابان مش هتسكت لو الصين حصرت مياهها الإقليمية. الصين ممكن تحاول، بس اليابان غالبا هتطلع سفنها الحربية وتستهدف سفن الصين بصواريخ من البر الرئيسي والجزر الصغيرة اللي الصين عايزة تلغي تأثيرها. وكمان في مشكلة اوكيناوا بالنسبة للشيء. الجزيرة دي ممكن تكون أكثر دليل واضح على التعاون بين الجيشين الياباني والأمريكي. دلوقتي أمريكا عندها كذا قاعدة عسكرية وسكان عددهم 80,000 شخص في أوكيناوا. من 80,000 دول حوالي 30,000 منهم عساكر في الخدمة الفعلية وجايين من كل فروع القوات المسلحة الأمريكية. الوجود الأمريكي يعني إن أي هجوم صيني مباشر على أوكيناوا، خصوصا لو حصل حصار على مضيق مياكو، هيخلي أمريكا تتدخل أثناء غزو الصين لتايوان. أمريكا ممكن تتدخل في الموضوع، لكن لو الصواريخ الصينية ضربت قواعدها دافعها هيزيد. اليابان بقالها فترة بتستعد بهدوء لحاجة زي دي. لو احتاجت تحاصر عندها السفن اللي تقدر تعمل ده. سفن زي GSI كيزوتشي هتكون لا تقدر بثمن طبعا، لكن يمكن الأهم من كده حاملات الهليكوبتر اليابانية GS إيزومو وGS كاغا. الحاملات دي ما بقتش بتنقل هليكوبترات بس، اليابان طورتهم علشان كل واحدة تشيل من 12 ل 15 F-35B. لو ضفنا القوة الجوية ل 48 مدمرة حديثة، اليابان هتقدر تنافس الصين بحريا، حتى لو مش بعدد القطع لكن في القوة النارية. على الأقل دي بحرية تقدر تنفذ حصار على مضيق مياكو وتفضل صامدة لحد ما أمريكا توصل بحاملات الطائرات والمدمرات بتاعتها. كانت بتتمنى إن اليابان ما تدخلش معركة عشان تايوان، بس الآمال دي راحت. بعد أسابيع قليلة من ما بقت سانيتشي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان أعلنت إن أي استخدام للقوة العسكرية من الصين ضد تايوان هيتعتبره اليابان تهديد لبقائها. حتى من غير التغير الواضح في عقيدة الدفاع الذاتي اللي كنا شايفينها، ده دليل واضح إن اليابان هتحارب الصين لو شي نفذ خططه لغزو تايوان. مفيش أي غموض هنا، ده تصريح صريح. اليابان بتقول للصين إنه اللي شي ناوي يعمله يعتبر تهديد كافي يخلي اليابان ترد بقوة عسكرية. شي كان فاكر نفسه صاحب الكلمة العليا في الهندو باسيفيك، لكن اليابان أثبتت العكس بسفينة حربية واحدة، وده أهان رئيس الصين. ده أسلوب ياباني تقليدي في التقليل، بس الرسالة واضحة. بالنسبة للي جاي حيزيد الشد والجذب بين الصين واليابان. في 20 إبريل فيرس بوست قال إن الصين بعتت سفن حربية للمحيط الهادئ تعمل مناورات، وده بيحصل بالتزامن مع مناورات أمريكا واليابان والفلبين.
الصين بتحاول تسترجع جزء من كرامتها اللي فقدتها، بس رسالتها مش هتكون قوية قوي في الوقت اللي اليابان بتستعرض فيه الشراكات اللي أصلاً بتخلي الصين قلقانة. وفي مكان بعيد أحد حلفاء شي جين بينغ متأثر بالموضوع. في 15 إبريل بوتين بعت فرقاطتين وسفينة إمداد من أسطول روسيا في المحيط الهادئ للصين في زيارة 5 أيام. توقيت خطوة اليابان في مضيق تايوان أكيد ما غابش عن فلاديمير بوتين. فهم الرسالة الرئيسية، واليابان وضحت لبوتين إنه محاولاته للتقرب من شي مش بتعدي من غير ملاحظة. مدمرة يابانية حديثة تعتبر أفضل رد على الفرقاطات الروسية القديمة اللي اتبعتت للصين. اليابان بعتت حاجة خطيرة لمضيق تايوان، ولا شيء ولا بوتين يقدروا يعملوا حاجة. توازن القوة في شرق آسيا اتغير، ومش بالطريقة اللي الصين أو كوريا الشمالية أو روسيا هيحبوها. اليابان لسه نشرت صاروخين جداد بيوسعوا مدى قدراتها بشكل كبير لتنفيذ هجمات مضادة، والأهم من كده الاثنين دول من صنعها بالكامل. نشرهم معناه إنه مساحات كبيرة في البحر أو البر اللي كانت القوات الأمريكية بس في اليابان تقدر توصلها، دلوقتي بقت تحت مرمى اليابان بالكامل. الوضع الحالي في المنطقة اتغير لصالح اليابان، ويمكن بشكل دائم. دي تفاصيل عن الصاروخين الجداد وليه الصين وكوريا الشمالية وروسيا قلقانين من نشرهم. الموضوع محير شوية، لأن الاثنين صواريخ الجداد اسمهم طراز 25. صاروخ تايب 25 المضاد للسفن، وصاروخ تايب 25 الانزلاقي عالي السرعة. التسمية دي بسبب سياسة تسمية الأسلحة اليابانية. العناصر الجديدة بتتسمى حسب السنة المالية اللي دخلوا فيها. النوعين الجداد من الصواريخ اتنشروا رسميا يوم 31 مارس 2026 اللي هو آخر يوم في السنة المالية اليابانية 2025. فبالرغم أنهم مختلفين بشكل كبير في المواصفات والإمكانيات، الاثنين ليهم نفس الاسم، النوع 25. اللي بيخلي النظامين الجداد دول مميزين فعلا هو أنهم أول صواريخ ستاند أوف مطورة محليا في اليابان، وأول صواريخ من النوع ده يتم نشرها في وحدات ناشطة. عشان نكون منصفين، الأول فيهم اللي هو صاروخ النوع 25 المضاد للسفن أو SSM هو في الحقيقة تطوير لصاروخ موجود أصلا اللي هو النوع 12. ممكن تتوقع من اسم الصاروخ وطريقة التسمية اليابانية إن النوع 12 أتقدم في 2012 أو بداية 2013. في الحقيقة رغم أن تطويره انتهى في 2012 إلا أنه دخل الخدمة رسميا في 2015. ده مثال من نظام التسمية الياباني الغريب. النوع 12 صاروخ مضاد للسفن على شاحنة طورته شركة ميتسوبيشي اليابانية. كمان هو تطوير للنوع القديم 88 SSM. زي ما الاسم بيقول، النوع 88 اتقدم في أواخر الثمانينات. تحديث النوع 12 ضاف إمكانيات حديثة زي نظام الملاحة بالقصور الذاتي أو INS مع توجيه GPS في منتصف المسار. كان بيفتخر بدقة محسنة بفضل تطوير مطابقة تضاريس الأرض وقدرات تمييز الأهداف. وبحسب أوامر الشراء اتنشر حوالي 50 نظام من النوع 12 إجمالا، وبعد كده نسخة بتطلق من السفن من النوع 12 اسمها النوع 17 SSM 2 اتقدمت فيه زي ما توقعت سنة 2017، وكانت مخصصة للنشر على مدمرات فئة مايا اليابانية، وضاعفت مدى النوع 12 البري ليبقى حوالي 250 ميل. ودلوقتي النوع 25 زود المدى تاني ليوصل لحوالي 620 ميل، يعني تقريبا 5 مرات أكتر من النوع 12. وده السبب اللي مخلي الجيش الصيني والكوري الشمالي متوترين. اليابان لأول مرة عندها قدرة حقيقية على الضرب من خارج مدى الدفاعات. تطوير أوكرانيا لصواريخ فلامينغو نبتون FP7 و FP9 المحلية خلاها تتحرر من الاعتماد على الأنظمة الغربية زي صواريخ ستورم شادو أو سكالب في ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا. دلوقتي اليابان عندها نفس المرونة، وزي ما هنشوف قريب ده ممكن يكون مهم جدا الفترة الجاية. من الناحية التقنية الصاروخ عادة بيعتبر سلاح بعيد المدى لو مدى أكتر من حوالي 90 ميل. على المسافة دي الصاروخ ممكن يضرب من برا مدى معظم دفاعات العدو الجوية. يعني من الناحية التقنية النوع 11 فعلا 11. لكن ده مش الحال لو حسبنا الدفاعات الجوية الصاروخية للصين. أكيد نظام S-300 الروسي اللي عند الصين ونظيره المحلي HQ-15 مداهم الفعال حوالي 124 ميل بس،
وكمان مدى HQ9 تقريبا زي مدى النوع 12. مع ذلك نظام HQ22 بتاع الصين مداه حوالي 105 ميل. نظام الاس 400 الروسي عندهم مداها الأقصى بيقرب من 250 ميل، والاتش كيو 19 اللي معمول كبديل بعيد المدى لنظام الثاد الأمريكي مداه حوالي 1864 ميل. مقارنة بالأنظمة الثلاثة الأخيرة دي ما ينفعش نعتبر الصاروخ تايب 12 صاروخ بعيد المدى، بمدى حوالي ضعف ونصف مدى أقوى دفاع جوي صيني صاروخ تايب 25 SSM فعلا بعيد المدى. وكمان اليابان ناوية تزود مدى النسخ الجاية لحد حوالي 932 ميل. حتى بمداه الحالي 620 ميل صاروخ تايب 25 بيغير قواعد اللعبة في الصين وكوريا الشمالية والمناطق حواليهم. مدى تايب 12 المحدود كان معناه انه بيشتغل بشكل اساسي كدفاع نقطي. مدى تايب 25 بيحول الصاروخ لقدرة ضرب دقيقة بعيدة المدى، وده بيخليه يقدر يستهدف تشكيلات بحرية وكمان أهداف برية مختارة. الترقية دي اتوافق عليها من البرلمان الياباني أو الدايت في ديسمبر 2020. الإنتاج الكمي بدأ حسب التقارير في السنة المالية 2023 وتم تسريع نشره للسنة المالية 2025. اليابانيين وفوا بوعدهم حتى لو كان في آخر يوم في السنة. من ناحية المواصفات مش معروف كتير في الوقت الحالي، زي حجم الرأس الحربي اللي بيحمله، السرعة وهكذا. اللي نعرفه إنه هيكل الصاروخ تايب 25 اتعاد تصميمه لتقليل بصمته على الرادار، وده ضروري علشان ينجو قدام أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. هي بتشتغل بمحرك توربوفان صغير متظبط للطيران على ارتفاع منخفض لفترات طويلة، وده بيقلل فرصة اكتشافها في الرحلات الطويلة. نظام توجيه الصاروخ تايب 25 بيجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي GPS، تحديد التضاريس، وتصوير الرادار في المرحلة الأخيرة. المجموعة دي بتخليها تقدر تضرب أهداف بحرية متحركة بأعلى دقة يابانية. الصاروخ يقدر يستقبل تحديثات أثناء الطيران عن طريق روابط بيانات، ويدمج معلومات من طائرات الدورية أو الرادار الساحلي أو وسائل مراقبة تانية في الوقت الحقيقي. وبيحقق نقطة تانية مهمة في الصواريخ البرية الحديثة، وهي سهولة التنقل. النظام متثبت على مركبة إطلاق ونقل عالية الحركة، ودي متركبة على شاسيه بعجل 8x8. كل منصة إطلاق بتشيل 6 حاويات صواريخ، وبتقدر تنفذ إطلاق متتالي سريع قبل ما تتحرك بسرعة لمكان تاني. زي ما الحرب في أوكرانيا وضحت، في زمن المراقبة والطائرات الانتحارية بدون طيار سرعة الضرب والتحرك بتفرق كتير. بفضل طبيعة اليابان الجبلية، وحدات الإطلاق ممكن تتوزع على السواحل والجزر وتضرب بسرعة وتغير مكانها قبل ما العدو يحددها ويرد. مع أن النظام هينتشر في الجيش الياباني، اختياره أماكن الانتشار الأول لهدف استراتيجي. إزاي يعني؟ أول وحدات تشغيلية تثبتت في معسكر كانغون بمحافظة كونيموتو، ومن القاعدة دي دلوقتي بقت أهداف صينية وكورية شمالية كتير في مدى النظام. دلوقتي شبه جزيرة كوريا بكامل بقت في مدى الضربات اليابانية الهجومية ضد أهداف برية أو بحرية، وده بيشمل كوريا الشمالية كلها. كيم جونغ أون أو الرفيق المحترم زي ما الناس بتسمي الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كان دايما يقدر يضرب اليابان بالصواريخ. وكمان والده كيم جونغ إيل اللي سبق كيم جونغ أون كزعيم أعلى وحكم من 1994 لحد ما مات سنة 2011، وساعتها ابنه تولى الحكم وكان يقدر يعمل كده. كيم جونغ إيل ورث كمان القدرة على ضرب اليابان من والده كيم إيل سونغ، مؤسس وأول زعيم لكوريا الشمالية. في منتصف التسعينات كيم الأكبر كان طور صاروخ هواسونغ 7 الباليستي المعروف كمان باسم نودونغ، وبدأ إنتاجه بشكل متسلسل، لكنه توفى في 1994 السنة اللي قبل ما يدخل الخدمة. نسخة معدلة من الصاروخ الشهير سكود بمدى حوالي 800 ميل، نودونغ كان يقدر يوصل بسهولة لأوساكا وطوكيو ومعظم جنوب ووسط اليابان. ومن وقتها مع كل جيل جديد من سلالة كيم، قدرات كوريا الشمالية بقت بتزيد أكتر وأكتر. بالإضافة لصاروخ نودونغ، كيم الحالي عنده كمان صاروخ هواسونغ 10 تحت إيده، وده صاروخ باليستي متوسط المدى بيوصل مداه على الأقل ل 1500 ميل، وده كفاية لضرب كل اليابان من البر الكوري الشمالي. وعنده صواريخ باليستية عابرة للقارات. صاروخه هواسونغ 14 مداه المقدر على الأقل 4000 ميل، وهواسونغ 15 المفروض إنه يقدر يوصل للبر الرئيسي للولايات المتحدة. الاثنين دول يقدروا يوصلوا اليابان بسهولة.
كوريا الشمالية بقالها سنين تقدر تضرب اليابان من بعيد، لكن اليابان ما كانتش تقدر ترد بنفس القوة. اليابان كانت تقدر تدافع عن نفسها ضد الصواريخ باستخدام أنظمة زي باتريوت PAC-3 وإيجس SM-3. دلوقتي مدى صاروخ تايب 25 SSM الأطول خلى الكفة متساوية، انت بتضربنا احنا بنضربك، أو يمكن احنا بنضربك الأول. الاختيارات دي متاحة لليابان وبتديها نفس نوع النفوذ على الصين. مش نفس الشيء بالضبط، لكن قريبين. الفرق بسبب حجم الصين الكبير. النوع 25 يقدر يغطي كوريا الشمالية كلها بكل سهولة. أما الصين فمساحتها تقريبا 6 مليون ميل مربع، وكمان في بحر الصين الشرقي بينها وبين اليابان. بمدى 620 ميل صاروخ النوع 25 يغطي جزء صغير بس من أراضي الصين. مع كده تلطيط الصاروخ ده كفاية تهدئ شيء؟ لو وزعنا الصواريخ على جزر اليابان هتكون في أهداف مهمة في البر الرئيسي في مدى الصواريخ، وأهمها في أقصى شرق الصين. شنغهاي دلوقتي بقت في مدى الصواريخ، وكمان المدن الكبيرة والمواني والمراكز الصناعية زي هانغتشو ونينغبو. المناطق دي مش بس مراكز سكانية كبيرة فيها أهم شركات وصناعات الصين وبتحرك تجارتها العالمية. النوع 25 كمان بيخلي منشآت عسكرية مهمة في مرمى نيراني. مطار تشانكياو في هانغشو قاعدة عسكرية كبيرة فيها قوات سلاح الجو الصيني ولواء 83 لجيش التحرير الشعبي. المقاتلات القاذفة JH-7A الصينية بتشتغل من القاعدة دي. في قاعدة كبيرة تانية قريبة في نينغبو اسمها القاعدة البحرية في نينغبو، ده مقر قيادة أسطول بحر الشرق لبحرية جيش التحرير الشعبي ومركز رئيسي للعمليات في بحر الصين الشرقي. وبرضه في مدى النوع 25 قاعدة فوزهو الجوية جنب مدينة فوزهو. القاعدة الجوية دي نقطة أساسية لتجميع القوات المقابلة لتايوان وقاعدة لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الصينية. وفيه منشآت تانية كتير مهمة، شي كان أكيد يفضل إنها تكون خارج المدى. وده كان الوضع لحد دلوقتي. زي كوريا الشمالية الصين قدرت تضرب اليابان بصواريخ بعيدة، لكن اليابان ما قدرتش ترد. الصاروخ DF-21D المعروف بقاتل حاملات الطائرات دخل الخدمة أوائل الألفينات. تقنياً هو صاروخ باليستي مضاد للسفن، بس طبعاً بيقدر كمان يضرب أهداف ثابتة على البر بفعالية. بمدى يوصل لحد 1336 ميل يقدر يوصل للأراضي اليابانية بما فيها القواعد الأمريكية في أوكيناوا. الصاروخ الكروز الصيني اللي بيطلق من الأرض CJ-10 أو DH-10 يقدر ينفذ ضربات دقيقة لحد مسافة 930 ميل. وصاروخها الباليستي متوسط المدى DF-26 مداه 2485 ميل، وده كفاية يغطي كل اليابان وكمان أكتر. زي كوريا الشمالية مدى صاروخ تايب 25 SSM الطويل بيوصل لأجزاء حساسة في الصين، وده بيخلي اليابان أقرب للتوازن في القوة. وفي كمان منطقة ثالثة الصاروخ جديد بيأثر فيها وهي روسيا. من سيبارو في الشمال صواريخ تايب 25 تقدر تعدي روسيا وتضرب هيلونغيانغ وجيلين في الصين. المنطقة دي تعتبر واحدة من سلال الغذاء في الصين، لكنها كمان ممر نقل رئيسي. محاور السكك الحديدية زي سويفنخي وممر لياوتشي أساسية لنقل البضائع لموانئ شمال الصين. المناطق الحدودية نشطت جدا في السنين الأخيرة بسبب ازدهار التجارة، لما روسيا حولت جزء كبير من تجارتها للصين بسبب العقوبات الغربية. دلوقتي في خطط مكلفة لتوسيع البنية التحتية اللوجستية، خاصة الروابط مع موانئ روسيا في أقصى الشرق. جزء كبير من النقطة الحيوية دي في التحالف الصيني الروسي اللي بينمو بسرعة بقى دلوقتي تحت أنظار اليابان. لو حصل صدام عسكري بين البلدين في يوم من الأيام، دلوقتي في كذا ميناء روسي مهم في أقصى الشرق في مدى صواريخ تايب 25، واليابان مش محتاجة أسلحة بعيدة المدى علشان تضرب روسيا. في أقرب نقطة بينهم البلدين مفصولين بس بمسافة 26 أو 27 ميل عبر مضيق لابيروز اللي بيفصل هوكايدو اليابانية عن سخالين الروسية. أوكرانيا عندها درونز FPV بتضرب لمسافات أطول، بس مدى النوع 25 الأطول بيخلي أهداف أكثر مزعجة في متناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زي الموانئ الرئيسية والمنشآت العسكرية. أسطول المحيط الهادئ الروسي في فلاديفوستوك بقى فجأة قريب من اليابان. خاباروفسك مركز إداري وعسكري مهم ومقر قيادة المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا. علاقة اليابان بروسيا عمرها ما كانت سهلة،
وزادت التوترات مؤخرا بسبب دعم اليابان لأوكرانيا. روسيا كان عندها ميزة الصواريخ البعيدة ضد اليابان زي الصين وكوريا الشمالية، بس دلوقتي راحت. اليابان مش هتقدر تضرب معظم روسيا بصواريخ تايب 25، بس المناطق اللي تقدر توصلها ممكن تعطل دفاعات روسيا في الشرق الأقصى وتبوظ اندماجها الاقتصادي مع الصين. الاثنين دول هزيمتين استراتيجيتين كبار لبوتين. لو عايز أحدث أخبار الجيش وتحليلات من كل المناطق الساخنة هتلاقي ده في برنامج الجيش. اشترك في القناة دلوقتي عشان تفضل متابع كل أهم الأخبار والتطورات. يمكن تسأل ليه اليابان رغم كفاءتها التقنية العالية لسه ما طورتش قدرات هجومية بعيدة المدى؟ ده كان اختيار. بعد هزيمتها الساحقة في الحرب العالمية الثانية، اليابان تبنت موقف عسكري دفاعي فقط. كانت هتنتج وتشتري أسلحة بس عشان تدافع عن نفسها ضد التهديدات، لكن مش أسلحة هجومية. الموقف ده كان ممكن يحصل بسبب التحالف العسكري بين اليابان وأمريكا بموجب معاهدة التعاون المتبادل والأمن اللي بدأت 1960. أمريكا لازم تدافع عن اليابان لو تهاجمت. النتيجة أن كل الأسلحة الهجومية في اليابان مع القوات الأمريكية في حوالي 15 قاعدة رئيسية هناك. من حيث القدرات الهجومية البعيدة، أمريكا تقدر تضرب الصين أو كوريا الشمالية أو روسيا بطائرات F-15E و F-35A من قواعد زي كادينا الجوية في أوكيناوا زي ما كانوا بيعملوا في إيران. الطيارات دي تقدر تطلق صواريخ هجومية بعيدة المدى زي AGM-158 جزم و AGM-88 GAAR. من وجهة نظر اليابان، رغم أنه الحماية واسعة لكنها مش كفاية. معادلة الأمن في المنطقة اتغيرت جدا. تطوير الأسلحة الهجومية في الصين وكوريا الشمالية سريع، وده بيزود المخاطر على اليابان. بسبب القلق من التطورات دي، اليابان قدمت استراتيجية أمن قومي جديدة أكثر تشدد سنة 2022. الاستراتيجية الأمنية الجديدة اعتبرت الصين أكبر تهديد وحددت روسيا كتهديد كبير. كمان هي بتلزم بزيادة الإنفاق الدفاعي للضعف عشان يوصل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 بدل 1% قبل كده. لكن يمكن الأهم من كده، لأول مرة اليابان التزمت رسمياً إنها تكتسب قدرات الهجوم المضاد. اليابان فتحت الباب الأسلحة الهجومية. دلوقتي تقدر تستخدم صواريخ تايب 25 بعيدة المدى لضرب قواعد العدو لو في هجوم مسلح قريب. وزي ما انت شايف من تقديم الصاروخين الجداد تايب 25، اليابان مش بتضيع وقت في تحويل التفويض ده لحقيقة. الصاروخ الثاني اللي اتكشف عنه مؤخرا اسمه تايب 25 من فئة الصواريخ بعيدة المدى، لكن له مهمة مختلفة. الصاروخ تايب 25 المقذوف الانزلاقي فائق السرعة أو HVGP. ال HVGP أول سلاح انزلاقي فائق السرعة دخل الخدمة في اليابان. النسخة اللي لسه اتنشرت بلوك 1 مداها بيتراوح تقريبا من 185 ل 310 ميل، بس ده مش اللي بيخليها مميزة. الصاروخ بيتطلق بمعزز وقود صلب بينفصل على ارتفاع عالي، ده بيسمح للمركبة الانزلاقية تنزل بسرعات فوق ماخ 5 أكثر من 3700 ميل في الساعة، وكمان بتعمل مناورات مفاجئة عشان تتجنب الاعتراض. ال HVGP بيحمل رأس حربي مخروطي وزعانف تحكم صغيرة للتعديل الجانبي والرأسي. هو بيعتمد على الملاحة بالأقمار الصناعية وأنظمة القصور الذاتي وتصوير الرادار بالأشعة تحت الحمراء للتوجيه النهائي. بسبب مداه القصير، HVGP مش بيدي اليابان نفس ردع الصاروخ SSM الأطول. هو مصمم أساساً للدفاع عن الجزر البعيدة مش لعمليات الضربة المضادة، بس اللي نقصه في المدى بيعوضه في التخفي والمرونة، وده بيخليه مثالي لعمليات الضربة المضادة قصيرة المدى. قدرة HVGP على المناورة بتخليه صعب جدا يتتبعوه أو يسقطوه. هو ممتاز في مهاجمة قواعد العدو واستهداف أصول عالية القيمة زي مراكز القيادة ومجموعات الهجوم البرمائي، وظهر حاملات الطائرات برؤوس حربية خارقة أو شديدة الانفجار. في سلاسل الجزر المتنازع عليها بشدة، HVGPs ممكن تخلق ردع لوحدها. سفن العدو ومواقع إطلاق الصواريخ هتضطر تفضل بعيد عن مدى الصواريخ دي خوفاً من هجمات صاروخية خفية وشبه مستحيلة الاعتراض. لو عددهم كافي، دمج صواريخ تايب 25 SSMs و HVGPs ممكن يوسع دفاع اليابان عشان يشمل بحر الصين الشرقي وقرب تايوان. بلوك 1 الحالي بيستخدم للتدريب والتجهيز.
نسخ بلوك إفنان اللي متخطط ليها في الثلاثينيات حتكون مداها من 1300 ل 1800 ميل. ده هيخليهم تهديد أكبر بكتير. في الضربة المضادة عن تايب 25 SSM الحالي في المدى أو المناورة، اليابان عندها خطط لنسخ إضافية هتتطلب من السفن والطائرات في 2027 لبناء بنية هجومية موزعة وطبقات. البنية دي بتدمج الأنظمة المحلية زي الاثنين تايب 25 الجداد مع الأنظمة اللي عند حلفاء اليابان وخصوصاً أمريكا. اليابان هتنشر صواريخ توماهوك كروز الأمريكية على 8 مدمرات إيجيس. وبرضه في مارس 2026 المدمرة من فئة كونغو JS تشوكاي اتطورت بنجاح علشان تقدر تطلق صواريخ توماهوك. دي أول مرة سفينة حربية يابانية تضرب أهداف على بعد أكثر من 1000 ميل. JS تشوكاي خلصت تدريب الطاقم والتعديلات في قاعدة سان دييغو البحرية قبل الميعاد، وكان عندها اختبارات إطلاق نار حي في أغسطس 2026 قبل رجوعها لقاعدة ساسيبو الجوية البحرية. في مشكلة، اليابان ممكن تستنى شوية قبل استلام صواريخ توماهوك. اليابان طلبت 400 صاروخ توماهوك، 200 من النسخة بلوك 4 و200 من النسخة بلوك 5 في عقد قيمته 1.7 مليار دولار سنة 2024. كان مخطط أنه التسليم يخلص في سنة 2027، بس أمريكا استخدمت صواريخ التوماهوك كتير ضد إيران لحد ما سلسلة الإمداد الضعيفة اتأثرت. أمريكا بتستهلك مخزونها بسرعة كبيرة وبمعدل مش قادرين يعوضوه. قبل الحرب كان عندها ما بين 3000 ل 4500 صاروخ من طراز بلوك 4 و5 جاهزين، وبيقال إنها استخدمت 400 صاروخ في أول 72 ساعة ضد إيران و850 في أول شهر. وفي نفس الوقت الإنتاج السنوي كان بين 60 و90 صاروخ بس. أكيد وزارة الدفاع الأمريكية وشركة رايثيون عملوا اتفاقيات في فبراير 2026 لزيادة إنتاج 1000 صاروخ توماهوك سنوياً، بس ده هياخد وقت، واحتياجات القوات المسلحة الأمريكية ليها أولوية. بالنسبة لليابان الوضع ده بيأكد أكتر على القيمة الاستراتيجية في إنها تقدر تطور أسلحتها المتقدمة بنفسها. احنا شفنا حاجة شبه كده مع معاناة أوكرانيا المستمرة في إنها تلاقي صواريخ PAC-3 اللي بقت نادرة أكتر وأكتر علشان أنظمة باتريوت بتاعتها. الحرب ضد إيران فعلا بتضغط على مخزون الأسلحة الأمريكي اللي بيعتمد عليه كل حلفاء أمريكا في الدفاع. ليه القادة العسكريين والسياسيين حول العالم من الاتحاد الأوروبي لليابان بيطالبوا بالاكتفاء الذاتي في الأسلحة اللي أوكرانيا طورتها فعلا. الصواريخ الجديدة من نوع 25 اللي عند اليابان بالفعل خلت زي شي وكيم وبوتين يفكروا كتير في الموضوع. الجيش الصيني بيتصفى من جوا في الوقت اللي زعيم البلد شي جين بينغ بيعمل حملات تطهير واسعة ضد المسؤولين الكبار. مفيش حد باين عليه آمن، حتى أكتر الجنرالات احتراما واللي عندهم خبرة سنين طويلة بيطردوا. شي شايف إنه الطريقة دي هتساعد في بناء جيش أكتر ولاء وحداثة وفعالية؟ هو غلطان. كتير من الخبراء بيقولوا إن تصرفاته دي بتدمر قوة الجيش الأساسية وتماسكه، وبيرجع جيش التحرير الشعبي PLA ورا كذا 10 سنين، وبيوقع القوات المسلحة الصينية في أزمة ممكن ما يقدروش يخرجوا منها أبداً. فعلشان نفهم القصة دي أول سؤال لازم نجاوب عليه هو ليه؟ ليه؟ في الوقت اللي الصين فيه بتوسع جيشها وبتبني أكبر بحرية في العالم وبتمد نفوذها العسكري أكثر من أي وقت فات، ليش شي جين بينغ يخاطر ويزعزع استقرار جيشه بنفسه؟ الإجابة ببساطة بتتلخص في السيطرة. في سنة 2017 خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب، شي عرض خططا لبناء قوة عسكرية عالمية حقيقية. بحلول 2020 كان عايز قوات الجيش الصيني البرية تبقى مؤلمة بالكامل، مع مركبات مدرعة على أعلى مستوى وتكنولوجيا معلومات متقدمة تفتح قدرات استراتيجية جديدة. وبحلول 2035 هو متوقع أن تحديث الجيش بالكامل يكون اكتمل. وبحلول 2049 اللي هو كمان الذكرى 100 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، هيكونوا وصلوا لمستوى عالمي من خلال التحديث والاستثمار في أحدث الأنظمة. شي بيأمل يشوف الجيش الصيني يحقق إمكانياته ويبقى واحد من أقوى القوات القتالية اللي تجمعت في التاريخ.
يمكن عمره ما يقدر يساوي الجيش الأمريكي، لكن شيء عايز على الأقل يقلل الفجوة بين البلدين. ده نظرياً هدي الصين قوة وحرية أكتر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل، خصوصاً إعادة التوحيد مع تايوان اللي بيتكلموا عنها كتير، مع تقليل خطر تدخل أعداء البلد. بس شيء مش عايز جيش قوي ومتطور تكنولوجياً وبس، هو كمان عايز جيش يرفع معايير الانضباط والاحترافية والولاء. هو عايز جيش فعلاً، جيش عمره ما يقول لا، وكل فرد فيه من أصغر المجندين لأعلى الضباط رتبة يكون ملتزم تماماً بالقضية ومستعد ينفذ أي أوامر تجيله من الحزب الحاكم من غير أي سؤال أو تردد. جيش هو وهو بس اللي يتحكم فيه. مفيش مكان في جيش زي ده للناس اللي بتفكر بحرية أو اللي ممكن يعكروا النظام أو يمشوا عكس التيار، وعشان كده النوعية دي من الناس بيتخلصوا منهم بشكل ممنهج دلوقتي. احنا فعلا في الحرب العالمية الثالثة، اللي بتقرأ يخليك تحس إننا في عوالم مختلفة، ومتابعة الأخبار ما بقتش أصعب حاجة. المشكلة دلوقتي تعرف إيه الحقيقة فعلا. شوف القصة اللي اتغطت من حوالي 200 مصدر مختلف. التقارير بتقول إن الجيش الأمريكي أعلن إن الحصار على موانئ إيران وقف التجارة تماماً خلال 36 ساعة. بس قبلها بيوم واحد كان في قصة تانية اتغطت من حوالي 80 مصدر، أغلبهم ميونهم يسارية، قالت إنه حركة الملاحة في مضيق هرمز اتأثرت بالكاد في أول يوم من الحصار. طيب مين فيهم الصح؟ توقف تام ولا بس اضطرابات بسيطة ولا ممكن الاثنين صح؟ الاختلاف في التغطية هو السبب اللي بيخلينا نستخدم جراوند نيوز لمتابعة أخبار الصراعات حول العالم. لو كنت شفت عنوان واحد بس من دول كنت هتخرج بفكرة واحدة وفهم مختلف تماماً عن اللي بيحصل. جراوند نيوز تجمع آلاف الأخبار كل يوم وبتنظمها حسب الموضوع، وبتوريك التحيز والمصداقية وملكية كل مصدر عشان تقدر تشوف كل وجهات النظر في مكان واحد. في ميزة بقينا بنستخدمها كتير اليومين دول اسمها بلايند سبوت، بتوريك الأخبار اللي طرف واحد من الطيف السياسي بيتكلم عنها كتير وطرف التاني تقريباً مش بيجيب سيرتها. مهما كان توجهك السياسي، خروجك من غرفة الصدى هيديك فهم أدق للي بيحصل فعلاً، وده مهم جداً لما نيجي نكسر ضباب الحرب. ادخل على ground.news/military أو ground.news/military show أو امسح رمز QR علشان تاخد خصم 40% على خطة فانتج، وكده السعر حيبقى أقل من 8 فنجان قهوة. جرب جراوند نيوز بنفسك. ابتداء من 2022 ومستمر لحد 2026، شي جين بينغ نظم حملة تطهير غير مسبوقة في قيادة الجيش الصيني، وشال أكثر من 100 ضابط كبير وعشرات الجنرالات واللواءات من مناصبهم، ولسه في عشرات تانيين مصنفين كأنهم مفقودين أو تحت التحقيق. دول مش مجرد ضباط عشوائيين أو ناس على مستوى منخفض، دول من أكثر القادة العسكريين خبرة في الصين. في أواخر 2024 مثلا، وزير الدفاع السابق للبلد وي فانغ خا أتعرض للتحقيق بتهم فساد، وفي النهاية تم طرده من الحزب الشيوعي الصيني وتم سحب رتبته كجنرال في قوات الصواريخ. خليفة وي لي شانغ فو اختفى هو كمان بشكل غامض من الحياة العامة في 2023 قبل ما يتم عزله من منصبه وطرده من الحزب، وده خلاه صاحب أكثر مدة خدمة كوزير دفاع وطني في التاريخ. لي يو تشاو قائد قوات الصواريخ في جيش التحرير الشعبي كان اسم كبير تاني وقع، وتم طرده رسميا من الحزب في يوليو 2024. وفي 2025 الحملة زادت سرعتها واتهموا عددا كبير من الجنرالات منهم هيوي ويدونغ ومياو هوا بجرائم وصفتها الحزب الشيوعي الصيني بأنها خطيرة جدا. سنة 2026 ما بينتش أي علامة أن الاتجاه ده هيقل. في الحقيقة في يناير الصين أعلنت عن إقالة 2 من أكبر الجنرالات في اللجنة العسكرية المركزية، لياو تشينلي وجيانغ يوشا. لياو تشينلي كرس حياته كلها للجيش وانضم لجيش التحرير الشعبي سنة 1983 وتخرج من جامعة الدفاع الوطني التابعة للجيش بعد سنة واحدة، وبعد كده لعب دور أساسي في الصراعات الصينية الفيتنامية اللي استمرت طول الثمانينات لحد 1991، واشتهر أنه ساعد في الدفاع عن الخط ضد ما لا يقل عن 36 هجوم منفصل من الفيتناميين.
ومع مرور السنين ترقى في الرتب لحد ما بقى رئيس أركان الجيش ال65 سنة 2009، ورئيس أركان الشرطة المسلحة الشعبية سنة 2015، ورئيس أركان قوات الجيش البري الصيني في نفس السنة، ورئيس أركان إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية سنة 2023. تشانغ حقق مسيرة ناجحة مماثلة. ابن الجنرال تشانغ تشونغ شن اللي كان هو كمان شخصية بارزة وناجحة جدا في الجيش الصيني، تشانغ انضم للجيش سنة 1968 وحارب في الحرب الصينية الفيتنامية. هناك وهو لسه في منتصف العشرينات وكان قائد سرية، تشانغ أظهر مستوى مذهل من الكفاءة التكتيكية يفوق المتوقع من واحد في سنه بكتير. وحدته ثبتت في مكانها وهم بيحاولوا يهاجموا موقع محصن فوق قمة تل. ولما فهم إن أي محاولة هجوم مباشرة تانية هتفشل أكيد، جيانغ طلب جريء، طلب كتيبة كاملة أكبر من وحدته ب4 مرات عشان ينفذوا مناورة التفاف من خلال الغابة. قائد الفوج وافق في الآخر على الطلب، والهجوم المفاجئ نجح. الدفاعات الفيتنامية تكسرت، والجنود الصينيين احتفلوا بنصر غالي. بعد 5 سنين بس، جيانغ كان مسؤول عن الهجوم الرئيسي في معركة لاوتيان، أكبر معركة في حرب الحدود الصينية الفيتنامية كلها. وبرضه تكتيكاته كانت جريئة وطموحة في نفس الوقت. استراتيجيته اللي كانت أول خطة تنسيق كاملة بين المشاة والمدفعية للجيش من أيام الثورة الثقافية، اعتمدت على دعم مدفعي ضخم جدا، أكثر بكتير من اللي أي قائد فوج ممكن يطلبه أو يكون من حقه. لكن زي كل مرة الخطة نجحت. رغم الهجوم المضاد الضخم من الفيتناميين، رجال جيانغ فضلوا ثابتين قدام 6 أفواج بفضل الدعم المدفعي الكبير. هو أثبت قدراته واستحق كل الترقيات اللي جت له بعد كذا، لحد ما جيانغ بقى لواء في 1997 وفريق في 2007 وعميد في 2011. في 2017 أتعين في المنصب المرموق كنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، لكن في أواخر 2025 اختفى عن الأنظار. وبعدين في يناير هو لياو اتشالوا رسميا من مناصبهم، وفجأة كل سنين خبرتهم ما بقتش ليها أي قيمة. كل خدمتهم وتضحياتهم وسمعتهم اتشالت في ليلة وضحاها. شي وانصاره المخلصين حيقولوا إن كل ده كان لهدف نبيل. الخط الرسمي للحزب هو أن الإقالات الجماعية دي للضباط الكبار في الجيش مش جزء من تطهير سياسي، هي ببساطة نتيجة أنه بكين بتشد على الفساد. الحزب الشيوعي الصيني بيقول أن جيش التحرير الشعبي كان بيعاني من مشكلة فساد كبيرة ومستمرة من زمان، ودي بتشمل ضباط بيسرقوا الفلوس وبيشتروا ترقيتهم لرتب أعلى وبيزوروا مستندات وحاجات تانية زي كده. أكيد في شوية أدلة بتدعم الكلام ده، وزي ما مؤيدي شي جين بينغ بيقولوا، جيش فاسد عمره ما هيقدر يوصل للمستوى العالمي المهم اللي الصين بتحاول توصل له. الجيش عمره ما هيقدر يوصل لمعايير المصداقية والجودة العالية اللي بيسعى ليها لو كان مليان ضباط بيكذبوا وبيسرقوا وبيغشوا بشكل مستمر. وبالتالي الحزب بيقول إنه ما كانش قدامه أي خيار غير إنه يحقق ويعاقب اللي خالفوا القوانين. الحزب الشيوعي الصيني كمان بيأكد إن الحزب لازم يفضل دائما مسيطر بالكامل على الجيش، ما ينفعش يكون في أي خطر لانقلابات أو سلاسل قيادة متفرقة. وده سبب تاني بيقال إنه مبرر للإقالات المستمرة للضباط الكبار واستبدالهم بأشخاص ممكن ما يكونوش عندهم نفس الخبرة، لكن بيتشافوا إنهم أكثر ولاء وجديرين بالثقة. كتير من المحللين مع ذلك بيقولوا إن موقف الحزب ما يصمتش قدام الفحص الدقيق. مؤسسة جامستاون على سبيل المثال نشرت تحليل طويل بعنوان اختلافات جيانغ يوشوا مع شي جين بينغ أدت لإقالته، واستخدمت بيانات مفتوحة المصدر من مصادر رسمية صينية مختلفة علشان تدعم كلامها. الاتهامات ضد جيانغ وكمان ممكن ضد شخصيات تانية تورطت في الإقالة مش مرتبطة بالفساد قد ما هي مرتبطة بالخلافات مع سياسات شي جين بينغ. التقرير وضح أن جيانغ ولياو الاثنين قاوموا التعليمات اللي حسوا إنها غير واقعية، خصوصاً بخصوص احتمال غزو تايوان بحلول 2027. وجيانغ كان شايف إن 2035 هدف واقعي أكثر بكتير. يبقى كده شي مش بيعاقب الفساد بالضرورة، لكن بيعاقب العصيان وبيشيل أي حد يجرؤ يقف قدامه ويقول له لأ. زي ما هيلينا ليغاردا الباحثة في ميركس قالت، الروايات الرسمية بعد إقالة جيانغ ولياو بتوضح إن الإقالات كانت سياسية في الأساس ومبنية على نقص الولاء الحقيقي أو المتصور لشيء وأهدافه. لكن في القضاء على الناس اللي ممكن يتحدوه، كتير من المحللين بيقولوا إنه شي بيخلي جيش التحرير الشعبي أضعف بكتير وبيهدد طموحاته إنه يبقى عنده جيش على مستوى عالمي.
قبل ما نبص على ده أكتر، ده سبب عمل برنامج الجيش عشان نشرح إزاي القوة بتتحرك فعلا. لو أنت جديد هنا دوس اشتراك عشان ما يفوتكش اللي جاي. ظاهريا باين إن شي بيشيل الضباط الفاسدين، وفي نفس الوقت بيتخلص من الناس اللي ممكن يهددوا سلطته في المستقبل. لو بصيت أعمق هتلاقي هدفه الحقيقي بيبدأ يبان. هو مش بيستهدف أفراد بس، هو بيستهدف العلاقات، الشبكات غير الرسمية لكن المهمة اللي بتربط ناس ومجموعات مختلفة جوا الجيش، والمعروفة بالصيني باسم جوان جوانشي. النوع ده من الشبكات موجود بشكل أو بآخر في كل جيش حوالين العالم. دي نتيجة طبيعية وصعب تتجنبها لطريقة شغل العالم العسكري. الجنود اللي بيلتحقوا في نفس الوقت وبيعدوا التدريب الأساسي في نفس المكان دايما هيكون بينهم نوع معين من الأخوة. كمثال، الضباط الكبار غالباً بيرعوا أكثر الجنود الواعدين تحت قيادتهم، وبيفضلوا على تواصل معهم حتى لو اتنقلوا لوحدات أو أماكن تانية بعدين في مسيرتهم. الناس اللي بيشتغلوا مع بعض بيطوروا علاقات قوية وبيبقوا غالباً مستعدين يساعدوا بعض لو جات الفرصة. يعني حتى لو الجيوش على الورق شكلها بتشتغل بس حسب الرتب والأوامر وسلاسل القيادة الرسمية، في كمان طبقة من العلاقات الشخصية بتأثر على طريقة سير الأمور. وده بالذات صحيح في جيش كبير ومعقد زي جيش الصين، اللي فيه الجوان جوانشي مش معترف بها رسمياً ولا منظمة، لكن بتأثر في هدوء على طريقة شغل النظام كله. لما جندي صيني بيواجه مشكلة مثلاً، مش دايماً حيحب يمشي في القنوات الرسمية اللي فيها تأخير وبيروقراطية. ممكن بدل كده يتواصل مع القائد القديم بتاعه عشان ياخد نصيحة أو يكلم زميل قديم من فرقته. ومن وجهة نظر الأفراد في فوائد كتير للنظام ده، غالباً بيكون أسرع وأسهل. مثلاً إن أفراد الجيش اللي يعرفوا بعض وبيثقوا في بعض يساعدوا بعض من غير ما يضطروا يمشوا في النظام ويعدوا على طبقات من الروتين وإجراءات الموافقة. جوانشي بيسمح بوجود الثقة وبيعزز التواصل وبيعوض عن الهياكل الصارمة والجامدة اللي موجودة في الجيش الصيني. زي ما كتب كريستوفر ناي زميل مؤسسة جامستاون وخبير الشؤون العسكرية الصينية في مقال على War on the Rocks، في الصين الضابط بيعتمد على الشبكات غير الرسمية للتعامل مع النظام. دي الآلية اللي من خلالها الواحد بيأمن ترقية أو بيلاقي حماية سياسية وقت التحقيق، وكمان بيتفاوض على قيادة المعركة أو أولوية في الحصول على الذخيرة. العلاقات دي بتتجمع مع بعض وبتكون زي مظلة، ودي البنية الأساسية للمحسوبية والولاءات اللي بتوفر الأمان والموارد اللازمة عشان تقدر تشتغل جوا دولة الحزب الشامل. بفضل العلاقات دي مثلا تشانغ يوشا قدر ياخذ الموافقة لما طلب كتيبة كاملة من التعزيزات وكل الدعم المدفعي اللي كان عايزه وقت الحرب الصينية الفيتنامية. هو كان ابن جنرال مشهور ومحترم جدا، كان عنده شبكة علاقات، وطلب شوية مجاملات من ناس كانوا يعرفوا اسم أبوه. في وقت لاحق في مسيرته جيانغ استمر يستخدم علاقاته عشان يحقق أهدافه. وقت قيادته لمنطقة شنيانغ العسكرية في أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة، هو اللي نظم برنامج إسكان عسكري استخدم فيه أراضي الجيش لترتيب صفقات بناء كبيرة بين الحكومة المحلية والمطورين التجاريين. ده كان مفيد جدا للأفراد العسكريين لأنه وفر مساكن كانوا محتاجينها فعلا لآلاف الضباط، وجيانغ عمل كده بطريقة ساعدته يتخطى بعض القيود الرسمية اللي كانت غالبا هتخلي تحقيق الإنجاز ده شبه مستحيل. في قصص تانية كتير شبه دي على مدار تاريخ الجيش الصيني اللي فيها العلاقات الشخصية ساعدت الأفراد يتخطوا العقبات البيروقراطية أو يحققوا حاجات ما كانتش هتكون ممكنة لو كانوا اشتغلوا حسب القواعد الصارمة للنظام. القادة الكبار مثلا قدروا يلاحظوا أكثر المجندين موهبة وطموح جوا شبكات الجوانشي بتاعتهم ويركوهم لمناصب أعلى. الضباط كمان استخدموا علاقاتهم عشان يساعدوا في كل حاجة من شراء الأسلحة لتنسيق الشغل بين الإدارات المختلفة. المتشائمين ممكن يقولوا إنه النوع ده من العلاقات بيسبب تحيز أو عدم توازن في الجهاز العسكري، أما اللي فاهمين أكتر هيقولوا إن الشبكات دي ناتج طبيعي وصحي للجهاز ده، ودي نتيجة حتمية لأي حد بيكرس نفسه للجيش. الجنود دايما هيكون ليهم علاقات مع اللي حواليهم، والضابط اللي بيقوم بواجبه وبيوجه اللي تحته وبيكافئ اللي بيجتهد وبيبني ثقة بين الأقسام المختلفة، ما خالفش أي قواعد، هو عمل اللي عليه في الدور اللي تكلف به. للأسف شيء مش شايفها كده. زي ما ني قال، زعيم الصين عنده ميل دايم يشوف الشبكات غير الرسمية بريبة مستمرة.
بالنسبة له دايما فيه مستوى معين من الخطر مرتبط بالجوانشي، لأن لو عدد كافي من الضباط الكبار عملوا علاقاتهم وشللهم الخاصة ممكن يجمعوا قوتهم ويتحدوا أوامر الحزب أو يشكلوا الجيش زي ما هم عايزين مش زي ما هو عايز. جيش شي جين بينغ المثالي هو اللي القيادة العليا فيه متفرقة والضباط والمسؤولين فيه يكونوا كفى وسهل يتبدلوا، وولائهم الشديد مش لحد غير القائد الأعلى. هو مش عايزهم يعملوا علاقات مع بعض أو يلفوا حوالين القوانين كل شوية عشان يوفروا وقت أو يساعدوا بعض. هو عايز نظام منضبط جدا ومتوقع تماما، وكل فرد في الطاقم مهما كانت خبرته أو أقدميته ينفذ اللي بيتقاله بالحرف كل مرة. وعشان كده هو بيستبعد الناس اللي مش مناسبين للرؤية دي وبيكسر الشبكات غير الرسمية دي في نفس الوقت. هو شايف إن ده القرار الصح والطريقة الوحيدة لأهدافه. في الحقيقة غالباً اللي بيعمله بيسبب ضرر أكتر بكتير من الفايدة، لأن لما تتخلص من عدد كبير من الضباط الكبار في وقت قصير أنت مش بس بتشيل أشخاص، أنت كمان بتدمر النظام نفسه اللي كانوا ماسكينه مع بعض. دول مش جنود عاديين، دول ناس عندهم خبرة قيادة العقود وسجلهم مليان كفاءة ونجاحات على أعلى المستويات. النوع ده من الخبرة والمهارات اللي بتيجي معاها مش بيتكون في يوم وليلة، مفيش بدائل جاهزة لرؤساء الأركان قاعدين مستنيين دورهم، جاهزين يتولوا مناصب عليا في واحدة من أكبر القوات العسكرية في العالم من غير مشاكل، عشان يشرفوا على عمليات معقدة وينسقوا الاستراتيجية بين الفروع المختلفة وياخدوا قرارات مصيرية تحت ضغط. شي جين بينغ بيحقق بنشاط وبيقبض وبيطرد القليلين جدا اللي ممكن يقوموا بالأدوار دي بالمستوى العالمي اللي هو بيسعى له، وبيستبدلهم بناس ممكن يكونوا أكثر ولاء وأقل احتمال إنهم يشتغلوا من وراه، لكن كمان ما عندهمش نفس مستوى الثقة أو السلطة أو الاحترام. قادة جداد بيتحطوا في مناصب مش عارفينها وبيستلموا منظمات ما بنوهاش وفرق مش واثقة فيهم بالكامل، ومطلوب منهم يشتغلوا حسب قواعد صارمة جدا، والغلطة الواحدة ممكن تنهي مسيرتهم. فإيه اللي هيحصل بعد كده؟ القادة الجداد بيبقوا حذرين زيادة عن اللزوم، بيشتغلوا بحذر شديد جدا وخايفين طول الوقت يعملوا حركة غلط أو يقولوا كلمة غلط أو حتى يتشافوا مع الشخص الغلط. بيراجعوا كل حاجة مرتين وبيتجنبوا أي مخاطرة حتى البسيطة وبيتبعوا الإجراءات بالحرف. مع الوقت ده هيأثر على ثقافة الجيش الصيني. في الآخر الناس في كل المستويات هيفقدوا الاهتمام بالأداء أو التميز وهيهتموا بس ببقائهم الشخصي، ولما ده يحصل القوة اللي الصين عايزة تظهرها هتبدأ تنهار بشكل حتمي، لأن الحروب الحديثة بتتطلب السرعة والمبادرة والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة، لكن الصين بتبني جيش بيفتقد الثلاث عوامل الأساسية دي. جيش بطيء ومتردد ومسيطر على الخوف، وكل ما شي جين بينغ يكمل في الطريق ده الوضع هيبقى أسوأ، وكل ما جيشه يبقى أكتر انضباط وولاء غالبا هيبقى أقل صدق كمان. التعليقات الحقيقية هتختفي والأصوات اللي بتعارض بجد هتتسكت، ومش هيبقى في ناس مستعدة تتكلم وتقول لما يكون في فكرة مش كويسة أو خطة فيها عيوب. بدل كده شي هيبقى عنده جيش من المنافقين بيمدحوا كل خطوة بيعملها وخايفين يبينوا أي علامة بسيطة على الاختلاف، وده وضع خطير جدا، لأن لو مفيش حد بيقول الحقيقة الصين ممكن تاخد قرارات عسكرية كبيرة مبنية على أكاذيب. ومع زيادة ثقته في قدرات بلده مثلا شيء ممكن يشن هجوم على تايوان أسرع من المتوقع، وده ممكن بسهولة يبقى نقطة اشتعال لصراع أكبر بكتير وبيسحب دول تانية من كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، وممكن كمان يسبب صراع عالمي العالم كله كان بيحاول يمنعه من سنين طويلة، وكل ده بسبب غرور رجل واحد وعدم قدرته على تقبل فكرة إن حد تاني ينافسه على سيطرته. شي جين بينغ عايز يبني جيش مثالي، قوة حديثة ومنظمة وولاؤها مطلق. هو بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحقق ده، بيشيل أي حد شايفه منافس وبيحكم قبضته على السلطة وبيعيد تشكيل النظام من فوق لتحت. بس هو بيشيل اللي بيسموه فساد، هو كمان بيمحي المرونة، ولما بيدمر الشبكات غير الرسمية هو كده بيمسح الثقة، ولما بيطلب الولاء هو كده بيخلي الناس تبطل تكون صريحة، وتأثير ده ممكن ما يبقاش واضح قوي وقت السلم، بس لما يجي الصراع واللي أكيد هيجي الضرر اللي عمله هيبقى مستحيل يتخبى. لسنين طويلة كان في طريقتين بس للطائرات المقاتلة والقاذفات عشان تحمل وتطلق الصواريخ الجوية، يا إما الصواريخ كانت بتتحمل جوه مخزن القنابل بتاع القاذفة، يا إما بتتعلق من برا على الحمالات تحت الجناحات بمسامير تثبيت.
الطريقتين دول كانوا وما زالوا فعالين جدا، والمحدودية الوحيدة لهم هي عدد الصواريخ اللي الطيارة تقدر تشيله في طلعة واحدة وعدد الطيارات اللي بتشارك في أي عملية. دلوقتي أمريكا قلبت المعادلة دي رأسا على عقب. البنتاغون اخترع نظام جديد عبقري بيعد بزيادة كبيرة في عدد الطيارات اللي تقدر تطلق صواريخ كروز، وكمان عدد الصواريخ اللي يقدروا يشيلوها. نظام رابيد دراجون واضح إنه هيغير قواعد اللعبة، خاصة في مسرح عمليات الهندو باسيفيك اللي أمريكا بتبحث فيه بجدية عن طرق جديدة للتغلب على الدفاعات الجوية الصينية. والأحسن من كده، نظام رابيد دراجون مش محتاج يبنوا معدات جديدة غالية ولا حتى تعديلات كبيرة على التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي. في الحقيقة الفكرة منطقية جدا لدرجة إنك هتستغرب ليه ما حدش فكر فيها قبل كده. ده اللي بيخلي نظام رابيد دراجون مميز جدا، وإزاي ممكن يغير ميزان القوة في الشرق الأقصى بشكل حاسم لصالح أمريكا. في سنة 2023 معمل أبحاث القوات الجوية الأمريكية عرف نظام رابيد دراجون على إنه حملة تجارب للذخائر المحمولة على منصات، وده لاستكشاف مدى إمكانية وفوائد إسقاط ذخائر بعيدة المدى من الطيارات النقل اللي موجودة بالفعل زي السي 130 والسي 17 من غير ما يحتاجوا يعدلوا في الطيارة نفسها. بمعنى أبسط، رابيد دراجون بيحول طيارات الشحن لطيارات قادرة تحمل أسلحة وتطلق صواريخ كروز، وممكن كمان أسلحة تانية تطلق من مسافة بعيدة أو للدفاع الذاتي عن طريق إسقاطها على منصات من باب الشحن الخلفي للطيارة. يعني ببساطة بيحول طيارة الشحن لقاذفة قنابل، وحمولة الأسلحة بتاعتها بتكون محدودة نظرياً بعدد المنصات اللي ممكن تتحط في مخزن الشحن. طيارات الشحن استخدموها في إسقاط قنابل على الأعداء من وقت الحرب العالمية الثانية. مثلا أثناء قصف وارسو سنة 1940 الألمان استخدموا طيارات النقل يو 52 كقاذفات قنابل مساعدة. أمريكا بدأت تستخدم طيارات الشحن سي 130 لإسقاط قنابل PLU 82 دايزي كاتر أثناء حرب فيتنام، وكملت تستخدم نفس الطريقة في حرب العراق سنة 1991. وفي أفغانستان استخدموا قنابل أكبر ZGBU 43P مؤاب. بس دي قنابل مش صواريخ، الطيارات لازم تقرب أكتر من الهدف عشان ترميها مقارنة بالصواريخ الكروز اللي بتترمي من مسافة بعيدة. المخاطر بتكون مقبولة لما العدو زي طالبان في أفغانستان مثلا عنده دفاع جوي ضعيف، بس لما بتواجه دفاعات متطورة ومتعددة الطبقات زي اللي حوالين الصين، غارات القصف المكثف اللي كانت بتحصل زمان بتكون خطورتها كبيرة جدا على الطيارات اللي بتنزل القنابل. عشان كده اتعملت صواريخ الكروز اللي بتضرب من بعيد، يعني بره مدى الدفاع الجوي، وكمان طيارات وقاذفات متطورة بتقدر تطلق الصواريخ دي. بس لسه في مشكلة في القدرة المحدودة على الإطلاق. دلوقتي مش هتقدر ترمي الصواريخ من باب طيارة النقل زي ما بتعمل مع القنابل الانزلاقية. مع ذلك أمريكا كانت بتجرب طرق لإطلاق الصواريخ من طيارات الشحن من أيام فيتنام. في سنة 1974 أمريكا فعلا أثبتت أنه ممكن تطلق صاروخ باليستي عابر للقارات من أي مكان تقريبا، لما عملت تجربة إطلاق صاروخ LGM-30 مينيتمان طوله 57 قدم ووزنه 88 ألف باوند، أتسقط من الجو من طيارة C-5A جالاكسي. في العقد اللي بعد كده تم تصميم بديل أقل تكلفة لطائرة B-1 القاذفة، وكان اسمه طائرة حاملة صواريخ كروز أو CMCA. الفكرة كانت إعادة تجهيز هياكل طائرات الشحن بوينغ 747-200 علشان تبقى منصات إطلاق صواريخ كروز لأغراض خاصة بقدرة تحمل من 50 ل 100 صاروخ AGM-86 ALCM. الصواريخ كانت هتطلق بسرعة من منصة دوارة جنب ذيل الطيارة، وبتتوجه ديناميكياً بنظام تحكم على الطيارة. مشروع CMCA ما اكتملش، لكن رابيد دراجون بيبني على نفس الفكرة وبيعدل الطيارات علشان تبقى سفن ترسانة تطلق من بعيد وبتكلفة أقل. المفهوم الرئيسي اللي خلى ده ممكن تجرب لأول مرة سنة 2003 على إيد طلبة دراسات عليا في معهد تكنولوجيا القوات الجوية، لما أطلقوا صواريخ من مؤخرة طيارات النقل باستخدام منصات محمولة على مظلات. الفكرة اتطورت في عقد 2010 لحد ما بقت مشروع رابيد دراجون. البرنامج اتعرض لأول مرة سنة 2019 واتطور أكثر من 2020 ل 2021 على إيد فريق من مجموعات تطوير القوات الجوية الأمريكية وشركاء من الصناعة.
الاختبارات الأولية في ميدان وايت ساندز لإطلاق الصواريخ في نيو مكسيكو سنة 2021 أثبتت نجاح إطلاق صواريخ تجريبية من طيارتين C-17A و ECG-130SG. مع نهاية سنة 2021 كان المفهوم جاهز لاختبارات الإطلاق الحي. في أول وآخر اختبار إطلاق حي فوق خليج المكسيك يوم 16 ديسمبر 2021 استلم نظام رابيد دراجون المسلح بيانات الأهداف من مركز قيادة وتحكم بعيد وهو في الجو على متن طيارة الشحن MCMC-130G، وبعدها استخدم البيانات دي لتوجيه صاروخ AGM-158B جو أرض بعيد المدى أو صاروخ JASSM، وتم إسقاطه جواً ونفذ مهمته بنجاح حيث دمر الصاروخ الحي هدفه البحري. وبعد أقل من سنة في نوفمبر 2022 تم أول إطلاق حي في الساحة الأوروبية. تم عرض إسقاط صاروخ JASSM جواً من طائرة MCU-130J باستخدام منصة رابيد دراجون في ميدان اختبار أندوية الفضائي في النرويج، وده كان ضمن تدريبات أترياس 2020 العسكرية. ودلوقتي في سنة 2026 مرحلة التجارب انتهت ورابيد دراجون جاهز للدخول في الخدمة. في إبريل 2026 مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية أو AFL أعلن عن تأسيس برنامج دراغون كارت، وده البرنامج الرسمي لتسليح طائرات النقل العسكري بما يسمى الذخائر المحمولة على منصات. ده معناه إن رابيد دراجون ما بقاش تجربة خلاص، ده بقى برنامج عسكري رسمي وفعال للجيش الأمريكي. التصنيف ده خطوة مهمة وبيأكد قد إيه الجيش الأمريكي جاد في مشروع رابيد دراجون كارت. حصول المشروع على حالة برنامج رسمي بيضمن تخصيص ميزانية طويلة المدى ودمجه بشكل رسمي في خطط القوة المستقبلية. في مايو 2026 دخل البرنامج مرحلة الانتقال بين التجارب والنشر العملي، ومن المتوقع يبدأ الانتشار في 2027 من خلال مسار النشر السريع ضمن آلية الاقتناء متوسطة المستوى. طريقة عمله متقدمة تكنولوجياً وفي نفس الوقت بسيطة بشكل ملحوظ. رابيد دراجون زي حجرة قنابل ذكية وقابلة للاستخدام مرة واحدة في صندوق، وبيحتوي على واجهة بتسمح بإرسال معلومات الاستهداف للذخائر من مركز تحكم نيران بعيد. الصواريخ بتتحط في وحدات إطلاق محمولة على منصات، والوحدات دي بعد كده بتتحمل على طائرات النقل. التحميل بيتم بأنظمة مناولة البضائع القياسية المنتشرة في أسطول قيادة النقل الجوي. بعد ما المنصة بتتحرر من المنحدر الخلفي بتثبت تحت مظلة قبل ما تطلق صواريخ الكروز واحدة ورا التانية في الجو. يبدو إنه حل بسيط وتقنيته مش عالية، صح؟ فعلاً النظام بيستخدم طيارات شحن عسكرية أمريكية عادية من غير تعديلات، وإطلاق الصواريخ مش محتاج مهارات زيادة عن الإسقاط الجوي العادي للإمدادات أو العربيات. بس ما ينفعش نقلل من الابتكار التكنولوجي والإجرائي اللي خلده ممكن. برنامج دراغون كارت بعكس أغلب برامج الدفاع القديمة مصمم يدي الحكومة حقوق بيانات أكثر والحفاظ على سيطرة الحكومة على خط الأساس التقني. على حسب كلام كنت مولر مدير البرنامج الهندسي للنظام ومهندس البنية في برنامج دراغون كارت فعلا هو حرفيا حلم النظام المولود رقميا وقد تحقق. ده نظام اتولد جوا نماذج هندسة الأنظمة المعتمدة على النماذج. هندسة الأنظمة المعتمدة على النماذج أو MBSE هي منهجية بتستخدم نماذج رسمية بدل المستندات علشان تحدد وتصمم وتتحقق من الأنظمة المعقدة. هي بتمثل تغيير جذري في طريقة ما المنظمات الهندسية بتسجل وبتنقل متطلبات النظام والهندسة المعمارية والسلوك. بدل ما نعتمد على المستندات، MBSE بتستخدم نماذج متكاملة قابلة للقراءة آلياً كمصدر وحيد للحقيقة. طيب إزاي ده بينطبق على دراغون كارت؟ زي ما مولر شرح، بما أننا بنمتلك الهندسة، لو حمولة جديدة محتاجة وحدة إطلاق أطول بنعمل نموذج ونحلل مسار التحميل ونبعث النموذج لموردين الإنتاج. فمن خلال تجميع تقنيات مثبتة وموجودة بالفعل بطرق جديدة والحفاظ على سيطرة صارمة على البنية الرقمية، مكتب البرنامج قدر يتخلص من العقبات التقليدية، وده سمح بالتوسع السريع والتحديثات المستقبلية. النظام ده اللي بيعتمد على التكرار السريع والتركيب المعياري اتجرب ونجح عملياً. حجم صناديق النشر في الاختبار كان قابل للتعديل وبيبدأ من 4 لحد 45 صاروخ AGM-158B جاسم AR أو صواريخ كروز بعيدة المدى. ده مش الصاروخ الوحيد اللي رابيد دراجون أو دراغون كارت معمول علشانه.
على المدى الطويل. وطبقا لمكتب برنامج AFL CMC، المكتب بيسعى يبسط ساحة المعركة عن طريق تطوير ذخيرة واحدة موحدة جو أرض تكون اقتصادية وقابلة للتكيف وبتتمتع بمدى بعيد عن الهدف. دلوقتي تصميم الصاروخ ده المفروض يسمح إنه يقدر يطلق سواء من منصات إطلاق محمولة على منصات أو من تجهيزات إطلاق بعرى تعليق. بس لحد ما التصميم ده يتم تسليمه في النهاية، نظام رابيد دراغون كارت اتصمم علشان يتعامل مع مجموعة متنوعة من صواريخ الكروز الحالية وكمان مع شوية صواريخ جديدة. نظام الإطلاق المحمول على منصات اتصممت واتعملت من شركة لوكهيد مارتن علشان تشيل وتطلق صواريخ جازم بأنواعها اللي الشركة طورتها. ده بيشمل الصاروخ اللي اتكلمنا عنه قبل كده AGM-158B جازم ER، وده صاروخ كروز للهجوم البري بيتميز بالتخفي ومداه 575 ميل، وكمان النسخة B2 منه اللي فيها قدرة أكبر على التخفي ومقاومة الحرب الإلكترونية. وبيشمل كمان الصاروخ AGM-158C LRASM أو صاروخ مضاد للسفن بعيدة المدى، واللي بيقدم مدى مشابه، وبيحمل نظام توجيه متطور أكتر ومصمم مخصوص للحروب البحرية. وكمان في صاروخ جاسم XR اللي جاي قريب ومداه 1000 ميل، ومع إن الأسلحة دي قوية جدا إلا إنها غالية جدا وبتاخد وقت طويل في التصنيع. هيتم إنتاج حوالي 3232 صاروخ من النسخة B من جازم ER في المجمل، وده بناء على طلبات من أمريكا وكمان اليابان وهولندا وبولندا وفنلندا وأستراليا. سعر الوحدة بيختلف حسب دفعة الإنتاج، وبيكون ما بين $1,000,000 ل $1,600,000 للصاروخ الواحد. السعر الأعلى ده غالبا هو اللي بتكلفه النسخة المطورة B2، واللي تم إنتاج 4656 وحدة منها. النسخة C أو صاروخ LRASM المضاد للسفن أغلى بكتير، وده بسبب إنه فيه تقنيات إضافية زي التعرف الذاتي على الأهداف وحساسات IRRF وروابط بيانات. تكلفة الوحدة ممكن توصل ل$3.5 مليون للوحدة الواحدة، وبما إنه لسه في مرحلة التطوير، إجمالي الإنتاج وتكلفة الوحدة من XR مش واضحين لحد دلوقتي. بس في مشكلة أكبر من التكلفة، وهي معدل الإنتاج. معدلات الإنتاج الحالية لكل النسخ بتتراوح ما بين 400 و 500 صاروخ في السنة. تم افتتاح منشأة إنتاج جديدة بمساحة 225 ألف قدم مربع في 2022 علشان تزود الإنتاج لحوالي 1000 وحدة في السنة، وده بفضل العمليات الآلية زي خطوط الطلاء الروبوتية والاختبارات المتقدمة. المشكلة إنه أمريكا ممكن تستهلك الكمية دي بسرعة. خلال ال4 أسابيع من القصف المكثف كجزء من عملية الغضب الملحمي ضد إيران، أمريكا يقدر أنها استهلكت الكمية دي 45% من مخزونها من صواريخ الضربات الدقيقة ونص صواريخ ثاد الاعتراضية، وقريب من نص مخزونها من صواريخ الدفاع الجوي باتريوت باك، وحوالي 30% من صواريخ توماهوك، وأكثر من 20% من صواريخ جاسم بعيدة المدى. المخزونات دي هتاخد سنين عشان تتعوض حتى مع زيادة معدلات الإنتاج. تقييمات داخلية في البنتاغون بالفعل بدأت تدق ناقوس الخطر، من خطر قريب إن الذخيرة تخلص. لو الحرب في الخليج الفارسي اشتعلت تاني لفترة طويلة، أو أمريكا تورطت في صراعات تانية زي تايوان مثلا، المشكلة ممكن تبقى أخطر وبسرعة جدا. دلوقتي لو بتدور على تحديثات إخبارية يومية وتحليلات معمقة عن أهم التطورات العسكرية والجيوسياسية، اتأكد إنك تشترك في القناة. في برنامج The Military Show هتلاقي من أكثر المحتوى العسكري تفصيلاً ودقة وعمق على يوتيوب. رابيد دراغون هيخلي أمريكا تقدر تطلق صواريخ أكثر بسرعة ورا بعض. F-22 رابتر تقدر تشيل 8 صواريخ في مهمات جو 6 AM-120 آمرام و2 AM-9 سايد ويندر. F-35 لايتنينج الثانية بتشيل 4 صواريخ M-120 آمرام جو جواها، وهي شغالة في وضع التخفي الكامل. رف جديد اسمه سايد كيك حيزود العدد الداخلي ل6 صواريخ آمرام، لكن الأسلحة قصيرة المدى زي سايد ويندر لازم تتثبت على الحمالات الخارجية على الجناح، وده بيأثر على قدرة الطيارة في التهرب من الرادار. B-52 ستراتو فورتريس تقدر تشيل لحد 20 صاروخ كروز، جاسم 8 جواها و12 على الحمالات الخارجية، أو 24 صاروخ جاسم ERO LRASM جواها، وبيتم تطوير قدرتها على حمل الحمولات الخارجية علشان تشيل أوزان أثقل كمان. B1 لانسر تقدر تشيل 24 صاروخ جاسم ARO LRASM جواها، لكن مع الحمالات الخارجية الجديدة ممكن توصل قدرتها الإجمالية ل 36 صاروخ.
دي قوة نارية مرعبة فعلا. بس هنا المشكلة، من القاذفات اللي بتشيل جاسم أمريكا عندها بس 75 ب 52 و45 أو 46 ب1 بلانسر في الخدمة الفعلية. دلوقتي فعليا مشروع رابيد دراجون كارت حيزود العدد ده بشكل كبير عن طريق تحويل مئات طيارات الشحن لطائرات قاذفة مساعدة. أمريكا عندها أسطول ضخم من طيارات الشحن في الخدمة، منهم 222 C-17A جلوب ماستر 3 و151 من C-130 جي سوبر هيركليز و126 من C-130 اتش هيركليز و57 MC-130J و39 HC-130JS. كل الطيارات دي ممكن تتحول لقاذفات قنابل ببساطة لو حطينا منصات دراجون كارت في مخزن الشحن بدل الحمولة العادية. أمريكا كمان عندها 52 C-5M سوبر جالاكسي في الخدمة، بس مع ساعات الخدمة اللي فاضلة ليهم بتقل غالباً هيتم الاحتفاظ بيهم لمهام النقل الاستراتيجي، مش هيستخدموهم كقاذفات قنابل. الطائرات دي ممكن تزود بشكل كبير عدد الصواريخ اللي ممكن تتنشر في مهمة واحدة فيها أكثر من طيارة. طائرة C-130 ممكن تطلق 12 صاروخ كروز جاسم من مسافة آمنة بتتراوح بين 620 إلى 1180 ميل من الهدف باستخدام 2 منصات رابيد دراجون. الطائرة C-17 تقدر تشيل 4 منصات رابيد دراجون، وكل منصة فيها 9 صواريخ، يعني الإجمالي 36 صاروخ برؤوس حربية وزنها 1100 باوند. بس ما فيش فايدة من بناء كل السعة الإضافية دي لإطلاق الصواريخ لو الصواريخ نفسها مش متوفرة بكميات كافية، وممكن تاخد سنين ومليارات الدولارات عشان تتعوض. عشان كده زي ما قلنا وعلى المدى البعيد أمريكا ناوية تطور صاروخ واحد يكون فعال في التكلفة وسهل يتوسع استخدامه مع نظام دراجون كارت. دلوقتي بيشتغلوا على تطوير أنواع صواريخ تانية أرخص وأسهل في التوسع لاستخدامها في الباليتات. أما بخصوص شراء الصواريخ، أمريكا فعلاً بتصرف فلوسها زي ما بتقول. البنتاغون هيصرف 12 مليار دولار يشتري حوالي 28 ألف صاروخ كروز رخيص في 5 سنين جايين لدعم شراء صواريخ جاسم، وده هيشمل صواريخ للطيارات وعلى الباليتات. أمريكا عندها كذا برنامج شغالين دلوقتي لتطوير الصواريخ الرخيصة دي. بالنسبة لمشروع دراجون كارت، إدارة القوات الجوية الأمريكية لتطوير وإدارة دورة حياة الأسلحة حددت بالذات عائلة الذخائر الجماعية الرخيصة أو فام اللي طورت تحت مبادرة الذخائر الهجومية بعيدة المدى أو إيرام كأفضل عائلة صواريخ لنشر دراجون كارت في المستقبل. وبالذات في مايو 2026 البنتاغون أطلق برنامج الصواريخ المعبأة في حاويات منخفضة التكلفة أو LCCM بالتعاون مع شركات الدفاع أنداريل، أندوريل، كواسبير، ليدوس وزون 5. وفي نفس الوقت كانوا حيشتغلوا مع كاستيليان لتوسيع حلول الهايبرسونيك الرخيصة. إجمالاً البنتاغون ناوي يشتري 10,000 صاروخ من خلال البرنامج ده خلال 3 سنين. ده مشروع ضخم جداً. يا ترى إيه أنواع الصواريخ اللي هنشوفها في مجموعة LCCM؟ أندوريال أعلنت أن مساهمتها في البرنامج حتكون النسخة اللي بتطلق من على السطح من صاروخها باراكودا 500M، والسلاح ده كمان ممكن يتطلق من الجو. الصاروخ ليه قدرة حمولة معلنة لحد 100 رطل، والمدى الأقصى المتوقع للإطلاق الجوي يوصل لحد 500 ميل. الشركة بتقول إنها ناوية تسلم على الأقل 1000 من الأسلحة دي للجيش الأمريكي في كل سنة من ال3 سنين الجايين. شركة ليدار بتقول إنها توفر تصميم LCCM اللي بيستفيد من الشغل اللي اتعمل قبل كده على صاروخ الكروز الصغير AGM-190A اللي بيتطلق من الجو والمعروف كمان باسم بلاك أرو. الصاروخ ده اتعمل أساساً لقوات العمليات الخاصة الأمريكية سوكوم. الصاروخ بيشيل ذخيرة وزنها حوالي 200 رطل وحقق مدى أكثر من 400 ميل بحري في الاختبارات. الشركة ناوية تسلم 3000 وحدة من النوع ده بموجب الاتفاقية الجديدة. لسه مش معروف أي تصميمات هتقدمها كواسبير وزون 5 في الآخر، بس الأغلب إنها هتكون تعديلات على الصواريخ اللي الشركة طورتها بالفعل لبرنامج إيرام، وده باين عليه مشروع مثير. تصميم إيرام بتاع كو إسباير اسمه صاروخ كروز سريع التكيف ورخيص أو راكام. ده صاروخ كروز منخفض التكلفة ومرن، وبيعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج بسرعة. النسخة ER أو النسخة بعيدة المدى حسب التقارير مداها أكثر من 1000 ميل. الروستي داجر كان المفروض يتصنع عشان يتورد لأوكرانيا، لكن بعد كده اتلاقى له استخدام محلي تحت برنامج إيرام.
المفهوم إنه مداه بيتراوح بين 150 و 280 ميل، وحمولته في فئة 500 باوند، ورأسه الحربي من نوع انفجاري تجزيئي، وليه قدرة اختراق لحد ما. بالنسبة لتقليل التكلفة في الخيارات الفرد صوتية المذكورة في اقتراح الميزانية، كاستيليان بتنتج صاروخ بلاك بيرد الفرد صوتي الأرخص. مش كثير من المواصفات الدقيقة اتكشفت، بس نقدر نستنتج بعضها من السجلات الرسمية. حسب اقتراح ميزانية الجيش لسنة 2026، هدف بلاك بيرد GL أو اللي بيطلع من الأرض هو إنه يحقق حوالي 80% من قدرة صاروخ الضربة الدقيقة الإصدار الرابع، لكن بتكلفة أقل بكتير. الإصدار الرابع بيهدف لزيادة مدى صاروخ PRSM من 310 ميل ل 620 ميل، يعني 80% من القدرة دي حتدي بلاك بيرد مدى حوالي 500 ميل. مش واضح لسه هيشيل حمولة من نوع ايه. صاروخ كروز الجديد JAJDM-LR من بوينغ والنسخة البحرية منه كمان باين عليهم اختيارات مناسبة للاستخدام مع نظام رابيد دراغون. الاثنين يقدروا يوصلوا رؤوس حربية وزنها 500 باوند لأهداف على بعد 375 ميل. دلوقتي نظام دراغون كارت بيوفر لأمريكا طريقة تزود بيها عدد صواريخ الكروز اللي ممكن تنشرها عن طريق زيادة عدد الطيارات اللي بتطلقها، بس كمان له تأثيرات استراتيجية، خصوصاً قدام خصم من نفس المستوى تقريباً زي الصين. وده فيه شوية سخرية لأن اسم رابيد دراغون أصله صيني. الاسم جاي من سلاح حصار صيني من القرن العاشر كان بيطلق دفعات اسمه جيلونغ جيلونغشي أو عربة التنين السريع. ده كان نوع من القوس والنشاب يقدر يطلق عدد كبير من السهام لمسافات بعيدة في نفس الوقت ومن مكان آمن. بنفس الطريقة نظام الإطلاق الحديث اللي اسمه التنين السريع معمول علشان يغرق دفاعات العدو من مسافة بعيدة، بحيث الطيارة اللي بتطلق مش بتكون في خطر. ممكن يتم نشره بسرعة باستخدام أساطيل النقل الجوي الموجودة علشان يوفر إمكانية زيادة كبيرة في هجمات الكتلة بأقل تكلفة وتدريب. غير إنه بيقدم قاذفات أكثر وبسرعة، عربة التنين بتدي أمريكا تنوع أكبر في الهجوم من أكثر من اتجاه. دلوقتي أمريكا تقدر تدمج منصات صواريخ كروز رخيصة مع صواريخ جاسم AR وصواريخ LR ASM الأقوى. الأسلحة الأرفع بتشبع المجال الجوي للعدو، وصواريخ جاسم ER وLR ASM الشبحية بتستهدف أهداف أغلى. استخدام طيارات الشحن أصلاً بيضيف غموض في حسابات استهداف العدو. هل الطيارات C-17 اللي شكلها مش مؤذي بتنقل إمدادات للقوات الأمريكية في المنطقة؟ ليه هم جاهزين يفتحوا الباب وينزلوا صواريخ كروز دقيقة؟ المخططين العسكريين الصينيين مش هيعرفوا بالضبط الطيارات دي بتعمل إيه أو هتطلق صواريخ إيه. لما يتضاف عليه وصلات البيانات المؤمنة وبنى الاستهداف الشبكي، دراغون كارت كمان بيدعم مفاهيم الحرب الموزعة اللي بقت جزء أساسي من التخطيط العملياتي الأمريكي، عن طريق توزيع الضربات بعيدة المدى على أساطيل الطيارات المتحركة بدل ما يركزوها على عدد محدود من القاذفات أو المقاتلات التكتيكية. أمريكا بتزود قدرتها الهجومية وبتصعب الدفاع ضدهم بشكل كبير. ده بيعطل بشكل كبير خطط الشبكات الصينية اللي اتبنت بعناية وتكلفة عالية لمنع الوصول والسيطرة الجوية، واللي متصممة علشان تصعب العمليات الجوية الأمريكية في منطقة الهندو باسيفيك. بتوزيع القدرة الهجومية على أساطيل طيارات الشحن، واشنطن بتصعب التخطيط على الصين وبتحافظ على قدرة التحمل العملياتي في الحملات الطويلة. لكن يمكن الأهم من كده إن منصات دراغون كارت مش بتحتاج أي تعديلات على الطيارات اللي هتطلقها، يعني مش هيبقى فيه أي تكاليف تعديل على أساطيل الشحن الأمريكية. وده كمان معناه إن منصات دراغون كارت ممكن تتوفر للحلفاء أو الشركاء في أي من 63 دولة اللي بتشغل طيارات C-130، وده بيخلي النظام وسيلة رخيصة جدا لتوفير قدرات هجومية عن بعد لقوات الشركاء كمان. في المجمل هو نظام مبتكر وعملي بيخلي أمريكا دائما متقدمة خطوة أو خطوتين عن أي منافس أو حتى حليف لها. وطبعا حنفضل متابعين التطورات عن قرب وهنوافيكم بكل جديد. ده مش التطور العسكري الأمريكي الوحيد اللي قلق الرئيس الصيني شي جين بينغ ومنعه من النوم. اتفرج على الفيديو ده عشان تعرف ليه حاملات الطائرات الصينية هتخسر قدام سفينة حربية أمريكية من السبعينات. شكرا لمتابعتكم.